السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا واصحابنا رجالتنا رجالة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مرحبا بيك يا صديقي في حل الدرس الثاني في الفصل الثالث، ان شاء الله مكملين كتاب التفوق. عايزك تكتب لي تحت محتاج فيديوهات ايه الفترة الجاية. ما تنساش ان مراجعة الفصل الثاني موجودة على اليوتيوب، ولو حابب تشترك في شرح الفصل الثالث اي محاضرة واقفة معاك تقدر تبعت لنا وتشترك فيها من الرقم اللي فوق. ولو عايز كورس الشهر بيكون في خصم على المحاضرات 50%. جاهز يا بطل؟ بسم الله توكلنا على الله. فيديو النهارده بقى عايزك على طول وانت كده لايك اشتراك، تكتب لنا كومنت حلو يشجعنا، وندخل ان شاء الله نحل لك كل عقدتك في الحث الذاتي والحث المتبادل. جاهز يا بطل؟ بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله نبدا. نقول الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس ده يا صديقي بنتكلم عن الحث الذاتي والحث المتبادل. بنبدا طبعا بالحث المتبادل، وبيكون عندنا القانون ان الام ده معامل للحث المتبادل، دلتا اي على دلتا تي. التغير في التيار بيكون في الملف الابتدائي، والتغير في الفاي ام بيكون في الملف الثانوي. عشان كده رقم واحد ده الابتدائي، الملف اللولبي الاساسي، ورقم اتنين ده الثانوي. اتفقنا؟ تعالى ندخل وما نستعجلش ونبدا نبص واحده واحده. ملفين لولبيين متجاورين لهما نفس المحور، احدهما يمر به تيار متغير الشده والاخر تتولد به قوه دفع كهربائيه مستحث. ده الكلام اللي انا لسه كنت بقوله. فان معامل الحث المتبادل بين الملفين يتاثر بكل مما يلي ما عدا ايه؟ العوامل بتاعته. اقول لك القانون: ميو ما ننال. ايه ده القانون؟ ايه؟ ما ننال. ميو ان واحد ان اتنين ايه اتنين على ال. ما ننال. لو انت مش عارف الشفرات بتاعتنا بتكون موجودة في فيديو الشرح في الكورس، او لو عايز المحاضرات تقدر تشترك منها وهنظبطك في الخصومات. خش بقى معايا نعلم. فطبعا انت لازم تكون معانا في الشرح عشان بالنسبه لك يبقى كتاب التفوق ده سهل جدا ان شاء الله. بص يا باشا، بيقول لك كل مما يلي ما عدا ايه؟ عدد لفات الملفين طبعا معايا في القانون. وجود قلب من الحديد ده بيأثر لي في الميو، فدي مظبوطه. الشكل الهندسي للملفين اللي هو مثلا الحجم اكيد هيأثر. فرق الجهد المطبق بين طرفي الملف الابتدائي. تعالوا نفكر فيها كده. الشكل الهندسي للملفين ولا فرق الجهد المطبق بين طرفيه؟ فرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي ايه علاقته؟ ملوش علاقه. الموضوع كله في معامل الحث المتبادل، ده ليه دعوه بالميو ان واحد ان اتنين ايه اتنين على ال. الشكل الهندسي ده بيتكلم على الحجم، طبعا لو حجمه اكبر يعني ملف اكبر بالتالي يعمل تغير اكبر. طيب الشكل المقابل يمثل ملفين لولبيين ملفوفين على قلب حديدي وكل منها في دائره مغلقه. عند نزع القلب الحديدي من الملفين فإن معامل الحث المتبادل بين الملفين يحصل فيه. طبعا لو نزعت بسم الله الرحمن الرحيم، لو نزعت القلب الحديدي ده يقلل لك الميو، لأن القلب من الحديد ده بيشد المجالات حواليه، معامل النفاذية بتاعه عالي. طب لما أنا أشيله يقلل لي معامل النفاذية، فطبعا يقلل لي الميو. طب يقل، هل يصل للصفر؟ لا يا عم، دي علاقه بس يقل بس لا يصل للصفر. ليه هيصل للصفر؟ ليه؟ ما هيكون في حث متبادل ولكن اضعف شويه فيقل ولا يصل للصفر. الاشكال الف وب وج ودال تمثل اربع ملفات لولبيه المقاومه الاميه ولها نفس الطول، كل منها يتصل بجلفانومتر حساس ار جي، وعند وضع كل ملف في تجربه مستقله على نفس البعد من الملف اكس، بحيث يكون محور الملفين على استقامه واحده كل على حده، وانقاص مقاومه الريوستات في كل مره بنفس المقدار خلال نفس الفتره الزمنيه. فان انحراف المؤشر جلفانومتر يحصل في الملف ايه؟ يحدث في انهي ملف؟ طيب صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هو عايز ايه؟ فان اكبر انحراف. طيب اكبر انحراف للمؤشر اللي موجود في الشكل ده، يعني كانه بيقول لك دور لي على اكبر معامل حث متبادل. اكتر ملف هيحصل فيه حث متبادل ايه؟ طيب هو واضح انه ثبت كل العوامل الا عامل واحد بس اللي هو ايه؟ الشكل الملف. طبعا هتقول الميو بتساوي ميو ان واحد ان اتنين في ايه على ال. طبعا الملف اكس او الملف الابتدائي ثابت فيهم كلهم، صح ولا لا؟ مظبوط، كلهم فيهم نفس الميو برضه. الملف الجديد ده مساحته مختلفة، وقال لك الطول بص على استقامة واحدة كلا على حد. قال لك في واحدة فيها من نفس الطول فين عند وضع كل تجربة على نفس البعد من ملف اكس، وكده كده الملفات كلها نفس الطول. خلاص مع السلامة يا معلم. يبقى فاضل لي الان 2 في يعني هتشوف الملف اللي عندك ده اكبر ان اكبر مساحة، من الواضح ان هي دي يعني اكبر ان واكبر ايه، فيحصل اكبر حث متبادل، وبالتالي يحصل طبعا ام اف مستحثة والجلفانومتر يمشي تيار مستحث اللي هو هيخلي الجلفانو مؤشره يزيد.
يلا يا ريس بسم الله اللي بعده. الشكل المقابل يمثل ملفين لولبيين متوازيين ومتقاربين اكس وواي في دائرتين مختلفتين لكي يتولد تيار مستحث في الملف اكس في الاتجاه الموضح بالشكل، فانه يجب ايه؟ طيب عايزين نخلي التيار المستحث بالشكل ده. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الراجل ده جاي كده، فالسهم بتاعه طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق، فهنا الان وهنا الاس. دي اول حاجه لازم تفكر فيها. اعمل بالاحمر يا مستر عشان يبان. حاضر. شوف كده التيار هنا عامل ازاي. اوبا 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 اوبا. بص كده بص كده، شايف ده الاتنين ايه؟ عكس بعض. بيتولد اي ام اف عكسيه. ايه ده؟ كانت ايه الاي ام اف العكسيه دي؟ في الشرح بقى قلت لك ايه؟ قلت لك في الشرح كل ما المجال يزيد عمو لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه اللي هي اي ام اف عكسيه. يعني كل ما المجال يزيد نعمل اي ام اف عكسيه. شوف بقى انهي واحده تزود لنا المجال. قال لك تحريك الملف في ناحيه ايه؟ ما هو لو انا عايز ازود المجال يبقى اقربه من بعض، يبقى اكيد في الشكل ناحيه 3 اللي هو رايح ناحيه الملف، يقربوا من بعض يتولد اي ام اف عكسيه. يقول له ابعده فيبعده. تحريك ذلك الريوستات في انهي اتجاه؟ طبعا انا عايز بي عاليه، يعني عايز تيار عالي، فعايز مقاومه قليله. لو ما تعرفش فاحنا بنحل كتاب الامتحان برضو في الكورس، فهتلاقينا في اسئله افكارها شبه هنا حلناها. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين حاجه تزود التيار، يبقى اكيد عايزين نقلل المقاومه. انهي بقى اتجاه نقلل المقاومه؟ تعالى معايا كده. والله هو انا عايزين لون بس كده ثواني يا رجاله. يلا يا معلم. لو انا كده جيت بالشكل ده ورحت مودي ناحيه واحد او ناحيه الناحيه دي، يعني هتلاقي التيار وهو جاي بالليزر اوبا اوبا اوبا. شايف تكنولوجيا ماشي كده، اوبا ده عدى في مقاومه اكبر، يبقى التوصيله دي غلط. انا عايزه يروح الناحيه الثانيه. هو لو راح الناحيه الثانيه ناحيه 2 بقى هتلاقيه يجي كده. ده انا كاني عملت كوبري جاي كده كت 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 اوبا. يبقى طبعا ناحيه 2 يقلل المقاومه، والجزء ده يبقى كانه مقطوع فممكن امسحه. يبقى وناحيه 2 اللي بعده. حلو السؤال ده، فكرته حلو، ربط فكرتين في فكره واحده. الشكل المقابل يمثل ملفين متجاورين عند لحظه غلق المفتاح كي بالملف اكس، فان اضاءه المصباح المتصل بالملف واي يحصل لها ايه؟ علما بان البطاريه اكبر من الاي ام اف المستحسن عند الغلق. شوف فين الابتدائي وفين الثانوي. عند الغلق المفتاح كي بالملف اكس. هو بص لازم تعرف التغير. هو كان في تيار واحنا واقفين كده، ركز بقى وخليك مهندس. هو كده في تيار؟ لا مفيش تيار. قفلت المفتاح بدأ ينشأ تيار، فالتيار بدأ يزيد، فطبعا الملف ده يعمل مجال متغير عند المجال التاني، يبقى المجال بيزيد. ايه ده؟ روح بقى للتيار، روح شوف شكل التيار كده. شكل التيار عامل ازاي؟ بب 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 بب. بتمشي مع البطاريه تلاقيه طالع لفوق. ركز بقى يا معلم. البي بتزيد، يعني الراجل ده كأنه بيقرب. لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. تروح عند الاسهم يا معلم، الاسهم دي لفوق يبقى الاسهم بتاعت التاني لتحت. اي خدمه يا صاحبي، سهل الممتنع. لو الراجل ده بيزيد لينز يقول لك قلله. قلله ازاي يعني؟ اعمل عكسه. تروح تعمل عكسه. روح بقى شوف هو اتجاه التيار ده عكس الاتجاه الاصلي فبيقلل قيمته، ولا في نفس الاتجاه فيزود قيمته. طبعا بالنسبه لي كلمبه لو ركبت عليها فولتميتر عايز اشوف اضاءتها، فالفي ايكوال اي في الار، ومقاومه اللمبه ثابته. فطبعا كل ما الاضاءه التيار يزيد الاضاءه تزيد، وكل ما التيار يقل قيمه الاضاءه تقل. دي حاجه بنقولها كده بس مش هنقولها تاني، يعني لازم تبقى فاهم ان الموضوع له علاقه بالتيار. طيب التيار المستحث اللي جاي اوبا ده عكس اتجاه التيار الاصلي. يعني ايه يا معلم؟ يعني هيقلله، فهيقلل الاضاءه شويه بس هيقللها لحظيا ثم تعود لما كانت عليه. طب ليه يا مستر تعود لما كانت عليه؟ بص بقى شغل بقى دماغك معايا. ما هو يا معلم التيار بيزيد من صفر مثلا قول لحد 5 امبير، ففي اللحظه دي الاضاءه تقل 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 تقل. ما هو بعد ال5 امبير هيفضل 5، مش انت عارف بقى ان خلاص التيار وصل لقيمته العظمى. فكل ده خلاص الاضاءه ما بقاش فيه ام اف مستحثه عكسيه، فترجع لقيمتها الاصليه. في الشكل المقابل عند غلق المفتاح ايه؟ فان اضاءه المصباح يحصل فيها ايه؟ والله عند غلق لازم تقفش التغير. الاول كنا ماشيين كده عند غلق المفتاح المقاومه دي هتتلغي. بس يا باشا انت كده قفشت التغير من ديله. تروح تعمل ايه؟ مقاومه تقل، التيار يزيد، المجال يزيد. اوبا مثلت للمجال يا مستر. قول له لينز يقول لك ايه؟ لينز يقول لك والله العظيم الفيزياء حلوه بس تشغل دماغك بس كده وتفهمها كده من مهندس يظبط لك الدنيا. الفيزياء تقول لك قلله،
قلله ازاي؟ اعمل عكسه. ايه ده؟ يعني ايه في عكسيه؟ خش يا معلم شوف التيار هنا عامل ازاي. التيار جاي كده 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 جاي لتحت بالاحمر يا مستر. حاضر. التيار على فكره مزاج رايق النهارده، خلي بالك بقى. التيار هنا يبقى ده هنا عكسه يا معلم على طول من غير ما توجع دماغك. يبقى ايه ده؟ ده ايه ده يا مستر؟ ده جاي في نفس اتجاه التيار الاصلي. تبقى تزداد لحظيا او تزداد. هو هنا ايه؟ تزداد. هو المفروض بقى تزداد لحظيا، ماشي. في نقطة ايه حيث ان الام اف في الدائرة اقل من الفي بي تزداد. المفروض يقول تزداد لحظيا. يلا يا عم مش مشكلة ولا تزعل نفسك، زودناها من عندنا. الشكل المقابل يوصل ملفين لولبيين ملفوفين على اسطوانة من الورق المقوى. ايا كان اي كلام. يكون اتجاه التيار المستحث في المقاومة R في الحالتين التاليتين: 1. لحظة غلق المفتاح K، لحظة فتح المفتاح K بعد فترة مناسبة من غلقه. ماشي. أول حاجة لحظة غلق المفتاح K. بص بقى يا معلم، لحظة غلق المفتاح K كده. هو فين الملف الأزرق؟ الملف الأزرق نازل لتحت، يبقى التيار عامل كده. هو في أزرق وأسود ولا بتاعي؟ في أزرق وأسود. شايف؟ التيار في الملف ده عامل كده. ايه ده؟ مستر الحول ده يا مستر. لا حول الله يا رب. اقفل يا ابني المفتاح عدل. البطاريه كده يا مستر. صباح الفل. صبح صبح. عمال تقول مزاجي رايق والغزاله رايقه وبتاع. ادي الطياره اهو. ماشي. لحظة غلق المفتاح. اقفل المفتاح. بدأ ينشأ التيار، بدأ ينشأ المجال، حصل تغير في المجال. لينز يقول لك مش هكتبها بقى انت قولها. طالما المجال بيزيد لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. يعني ايه مستحثة عكسية. انت كده راجل برنس، انت كده راجل معلم. يروح يعمل في الملف الثاني اي اف مستحثة عكسية. يبقى هيلف كده في الاسود ده، يطلع كده، يمشي كده، يبقى في الاتجاه رقم 1. سؤال حلو موت. 1. اللي بعده طبعا التاني بقى تبقى عكسها بقى. صبح بقى. ما هو بيقول لك واحده لحظه الغلق واحده لحظه الفتح. شغل دماغك شويه. لحظه غلق المفتاح كي، لحظه فتح المفتاح كي بعد فتره مناسبه. والله يا معلم انت لما تفتح المفتاح التيار هيبدا ينهار، فالمجال يبدا يقل برضو. مستر عبط ده يقل. ايه ده؟ هو المجال بيقل؟ يا لهوي. ايه؟ لينز يقول لك زوده، اعمل طردي. زوده. يبقى تزوده في نفس الاتجاه ولا عكسه؟ بالبلدي بقى. لما يجي يقل قول قلله اعمل عكسه. يعني قصدي لما يجي يزيد لينز يقول لك قلله اعمل عكسه. طب لما يجي يقل لينز يقول لك زوده. هو انت لو عايز تزود حاجه في اتجاه معين مش بتيجي تزودها، تزود في نفس الاتجاه؟ يبقى دايما لما المجال يزيد لينز يقول لك قلله اعمل عكسه. طب لما المجال يقل احنا نزوده فنعمل زيه، اللي هي اسمها اي ام اف طرديه. الكلام ده اتشرح بالتفصيل في المحاضره. ماشي. خلاص يا مستر هنشترك بقى. ماشي يا ريس. يبقى طبعا هيكون الاتجاه لفوق لفوق لفوق، فيلف ويجي كده فيكون في اتجاه رقم 2. اللي بعده هو قال لك ايه بقى؟ بعد فتره من غلقه. ماشي ما فرقتش يعني. الشكل التالي يمثل ملفي اكس وواي متجاورين ولهما نفس المحور، وتم اجراء الخطوات التاليه باستخدام الملفين. لحظه تقريب الملفين من بعض، لحظه غلق المفتاح كي. 3. لحظه ابعاد الملفين عن بعض، لحظه فتح المفتاح كي بعد غلقه فتره مناسبه، لكي يمر تيار مستحث في المقاومه R في اتجاه السهم الموضح بالشكل. يلزم اتجاه ايه؟ طب احنا تعالى نشوف الشكل ده كده. اول حاجه الراجل ده اتجاهه فين؟ ماشي كده اهو. تك 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 لفوق. عارف بقى تبقى روشه فين؟ يقول لك ده اتجاه الالكترونات، فانت تروح تعكس فيربط معاك بالفصل الاول. وارد. بتديهم افكار ليه يا مستر؟ احنا مش ناقصين يا عم افكار حلوه. طبعا دي فكره صغيره يعني. ماشي. طيب اول حاجه التيار برضو في الراجل الجميل ده ماشي طالع لفوق. اوبا. ايه ده يا مستر؟ في ايه؟ ده معنى كده يا معلم الاثنين اتولدوا اتجاههم الاسهم بتاعتهم في نفس الاتجاه. يبقى دي اي ام اف طرديه ولا عكسيه؟ يلا طرديه بقى، ما كفايه غباء بقى. عمال تقول عكسيه عكسيه من الصبح. عكسيه مين يا ابني؟ هو الاثنين في نفس الاتجاه يبقى طردي، بيزقوا في نفس الاتجاه. يبقى التيار كان تفتكر كان بيحصل فيه بالراحه بقى. تعال نفتكر. هو التيار مثلا لو كان بيزيد لينز يقول لك قلله اعمل عكسه. يبقى اما في عكسيه يبقى دي غلط. يبقى احنا كده تفكيرنا غلط. نرجع نفكر تاني. هو التيار لو كان بيقل لينز يقول لك زوده اعمل زيه. يعني ايه اعمل زيه؟ يعني لو انا اكسات الاكسات بتقل اعمل زيها اكسات عشان توازن بين الاكسات ما تقلش.
ارجع تاني يا مستر بينا للدرس اللي فات، لو ما اتفرجش على الفيديو ترجع تتفرج على الفيديو حالا. لو المجال بيزيد لينز يقول لك قلله اعمل عكسه، لو المجال بيقل لينز يقول لك زوده اعمل زيه. عايزين حاجه بقى بتعمل اي ام اف طرديه، يعني حاجه بتقلل التيار او بتقلل المجال بشكل عام. اذا كان بيبعد، اذا كان نزود المقاومه، نقلل التيار، نفتح المفتاح، الحاجات اللي بتقلل التيار كلها. لحظه تقريب الملفين من بعض طبعا غلط، ده انت لما بتقرب يعني كده المجال بيزيد من بعض. لما بتقرب من الراوتر الشبكه بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. طب ما الراوتر ده يا معلم ده ام اف، ده مجال، الراوتر ده مجال، يبقى انت كانك بتقرب من الراوتر. طب انت لما تقرب من الراوتر المجال يزيد ولا يقل؟ يزيد. لينز يقول لك قلله اعمل عكسه، يبقى لما يقرب يبقى يتولد ام اف عكسي. لحظه غلق المفتاح كي بالراحه. هو كيل ده لما يتقفل ايه ده؟ ده انت ركبت مقاومتين توازي. ارجع بقى يا مستر للفصل الاول. والله لما بركب توازي المقاومه الكليه تقل فالتيار الكلي يزيد، احنا عايزه يقل، فدي غلط. لحظه ابعاد الملفين من بعض صح. هو انت لما بتبعد عن الراوتر المجال بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. فلينز يقول لك زوده، فاهم ام اف طرديه. لكي يمر لحظه رقم 4 لحظه فتح المفتاح كي بعد غلقه. اكيد هي بقى، ما هو انا لما فتحت المفتاح لغيت التوازي فقللت، فزودت المقاومه فقللت التيار. عيدها تاني يا مستر. لما بفتح المفتاح ده انا فتحت المفتاح، يقول لك ايه ده انا لغيت مقاومه. لا يا اهبل يلا، انت لغيت التوازي، والتوازي هدفه انه يقلل المقاومه، فانت لما لغيته زودت المقاومه فقللت التيار، وده اللي احنا عايزينه. يبقى 3 ملفان متجاوران عندما يحصل كذا وان القوه الدفع الكهربائيه كذا فان معامل الحس المتبادل. قانونك يا معلم الاي ام اف بيساوي ميت. ايه ده؟ هو انت حافظهم كده؟ ميت ميت. والله ميت، كلنا ميتين في ثانويه عامه بما فيهم المدرسين. ميت كلنا يا ابني والله بنشقى. الاي ام اف بكام؟ 65 في 10 اس سالب 3. كده كده مش هتفرق انه عايز الاختيارات بالملي فممكن ما نعملهاش، هو عايزها بالملي اصلا في الاختيارات. 1.3 في الام. اقسم الام يا عم الحاج على 65. هل الآلة هنا بقى ولا هنضطر نقفل الفيديو كالعادة ونقعد ندور على الآلة؟ ايه نصيبها بقى. 65 على 1.3. نفسي افتح فيديو الاقي فيه الآلة معايا، على طول بنسى قبل ما ابدا. يلا يا معلم، يبقى الفيلم الهندي ده. الشكل المقابل يمثل 3 ملفات لولبيه معزوله ملفوفه على قلب حديدي، احدهما متصل بدائره كهربائيه بها بطاريه وريوستات، والاخران في دائره مغلقه، ويتصل كل منهما بمقاومه كهربائيه واحده من المقاومتين R1 وR2، وتم فرض الفروض الرابعه التاليه. اثناء تحرك الزالق في الاتجاه X ينسب تيار مستحث في المقاومه R2 فالاتجاه 1. بالراحه بقى، تعال نفهم الرسم. عندنا X و Y. من الواضح لما اروح ناحيه X كده، تخيل معايا انا رايح ناحيه X بالشكل ده، ايه اللي حصل؟ لما تروح ناحيه اكس انت كده قللت المقاومه، لانه لما يجي كده هيجي يمشي قليل في المقاومه. لما بنروح ناحيه اكس بنقلل الايه؟ المقاومه. يبقى بالتالي اكيد لما بنروح ناحيه واي بنزود المقاومه. لازم تقفش التغير عشان تعرف تشتغل، ما تقعدش تبص الرسمه اصل اكيد كده، اصل تحاول تحفظها. لازم تفهم التغير ايه اللي حصل. ماشي، تعال بقى نشوف اتجاه الاسهم الاول. اتجاه الاسهم طبعا عامل كده، فده الان وده الاس. الراجل بقى انت راجل دارس ملف لولبي 4 مرات، دي رابع حصه فيها ملف لولبي. طب صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا يا معلم. اثناء تحريك الزالق في الاتجاه اكس ينساب تيار مستحث في المقاومه R2 في الاتجاه 1. طب تعالى نشوف. والله هو انا في لما RX بتقول لك بتقلل المقاومه يبقى اكيد التيار يزيد، يبقى اكيد المجال يزيد، يعمل عكسه. يعني كأن لو انت بتقرب اعمل ايه؟ ابعده. يبقى ده كأنه بيقرب، مش قلنا المجال يزيد انت بتقرب من الراوتر يحصل ايه؟ يبعد. يبقى لو دي ان بتزيد اكيد هيتولد هنا ان عشان يعملوا تنافر، وهنا اس. تعال بقى نشوف ده عامل ازاي. ده هتلاقي الاسهم بتاعته عامله كده صح؟ ما انت لو لفيت ايدك كده او عملتها كده، لا استنى يا عم كده يا مستر بالراحه بقى، واحنا شايفين الملف على فكره مش بعدلته يا عم، ولا محتاجين ملف ولا حاجه. اهو يا عم التيار جاي كده يا عم. صباح الفل يا مستر، صباح الفل. التيار جاي كده يا مستر، صباح الفل بقى. ولا انا اللي عامل التيار ده؟ لا حول الله يا رب. يا عم هنا ان فدي ان، فدي ان ودي اس. تلف صباعك يبقى الان في انهي اتجاه؟ اهو يا عم الحاج،
هو الملف كده عكسه صح؟ احنا كده باصين لعكس الملف. نعدل الملف كده. شفت بقى؟ تروح عامل كده تلاقي الان هنا اهو ماشي كده. تك 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 تك. شايف اهو كده؟ يبقى الاسهم نازله لتحت، يبقى هيمشي في اتجاه رقم 1. ولا هتبقى في 2؟ مش عايزين بقى وجع دماغ. طيب ماشي، تعال نكمل. انا مش عارف بقى دي صح ولا غلط. هي دي قالك في اتجاه كام؟ في اتجاه 1. احنا عايزين ايه؟ في اتجاه ماشي دي صح. انا مالي اتلخبطت ليه كده؟ اثناء تحريك الزلق في الاتجاه اكس ينساب، لا بقى في اتجاه 3. ما هو ده كانه بيزيد، فدي هتبقى الاس ودي الان، فهتعمل كده تلاقي الاسهم بتاعتك نازله لتحت نازله لتحت جايه في اتجاه 3. لا يبقى غلط. اثناء تحريك الزلق في اتجاه واي ينساب في الار 2 في الاتجاه رقم 2. اكيد بقى دي عكسها، فدي صح. ما هو لما ده، تعال نعملها تاني. يلا يا معلم، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. لما تمشي في ناحيه واي المقاومه تزيد فالتيار يقل فالمجال يقل فيتولد ام اف طرديه، يعني لو كانه بيبعد هتقربه فيعمل ان واس تجاذب. فاضل بقى تعمل اتجاه السهم. ادي يا عم الملف اللولبي اهو، هيعمل اتجاه كده كده، يبقى في الاتجاه رقم 2 مظبوط. تحريك الزالق في الاتجاه واي ينساب في الار 1 في اتجاه كام؟ 3. تعال نجرب. ما قلنا ده اس فده بيقل فيعمل تجاذب ان واس. تعال نمسحها بقى بدل وجع الدماغ ده. دي ان ودي اس، اعمل بايدك تك 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 تك. ده يلف من ورا ويجي كده في الاتجاه 3. دي صح برضو ولا ايه؟ يلا يا ريس، قمت جبت الدرينك بتاعي، وانت كمان هاتلك الدرينك بتاعك عشان القعده حلوه ومطوله. يلا بينا يا معلم. بيقول لك معاك ملف حث متبادل ام، وطبعا من الرسمه دي مديك الدلتا تي، واكيد عايزين نحسب الدلتا اي. واضحه زي الشمس. الام اف بتساوي سالب ام دلتا اي على دلتا تي. طيب بص بقى، قدامك سكتين تخلص بيهم الحوار ده يا مستر. السكتين، السكه الاولى انك تفهمها بالمخ، الفكره الثانيه انك تطبق في القانون بصمجه بس بتشتغل ازاي. هو التيار كده بيعمل ايه؟ التيار بيقل، لينز يقول لك زوده اعمل زيه، اللي هي اي ام اف طرديه. وقلنا في محاضره الشرح يا صديقي الام اف طرديه دي قيمتها بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. يبقى الاجابتين دول غلط، وما توجعش دماغك بالسالب خالص. طيب وتحسب القيمه والقيمه اللي تطلع خلاص. طب يا مستر لو انا مش عايز اعمل كده، اقول لك عيني. معامل الحث ب4، الزمن بنص، ما تنساش السالب بتاع القانون، ويفضل لك التغير في الزمن. التغير هو ب8 ونزل لحد ما وصل للصفر، يبقى الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى. 0 ناقص 8، اوعى تعملها 8 ناقص 0. كده انت بتعمل الحاله الاولى ناقص الحاله الثانيه. هو انت لما تيجي تحسب التغير كان معاك 10 جنيه بقى معاك 20 جنيه، يبقى 20 ناقص 10. كان معاك 10 جنيه بقى 0 0 ناقص 10. الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى. فهمت يا معلم؟ هتلاقي برضو سالب 8 في سالب، طيار والسالب مع بعض، فيبقى 8 في 4 على نص. ممكن نحسبها بدماغنا دي ب8 64. والبقى ما شاء الله بقى ملفان لولبيان طول كل منهما يتكون ملف الابتدائي من 60 لفة، وملفوف حول ميو اي ان 2 نصف قطر كل منهما. يا ترى هنعمل ايه في نص القطر ده؟ اكيد هنحسب منه المساحة. دلتا تي فتكون الاي ام اف المستحثة ومعامل الحث المتبادل. تعال نعمل معامل الحث المتبادل الاول لان اكيد هنحتاجه. منانال ايه يا مستر الشفرة دي؟ 1 2 2. عدد اللفات الابتدائي، عدد اللفات الثانوي، مساحة الثانوي. خش يا ابو الصحاب. الميو 2 من 100 2 من 1000. الان 1 60 ان 2 10 اس 3. المساحة باي ار تربيع. لازم تمشي بنفس الترتيب اللي انا بعمله. باي ار تربيع. طب الار بيقول لك نصف قطر كل منهما 1 سم. ايه ده؟ انت كده كاتب بالسنتي صح؟ غلط، لازم تحول. يبقى بتحول جوه القوس. كده انت كتبت باي ار تربيع. الطول قالك طول كل منهما 20 سنتيمتر، فتلاقيها 2 من 10. خش يا معلم. 2 من 100 في 60 في 10 أس 3 في باي
في 1 سنتي، افتح القوس 1 في 10 أس سالب 2 الكل تربيع على 2/10، تطلع ب1.899. طيب على فكرة عايز اقول لك على حاجة، هو ليه استخدمنا الطول ده؟ هو بيقول لك ان الملفين اللولبيين متداخلان، يعني زي ما احنا عملنا كده، ده كده والتاني كده جواه متداخل، شايف؟ استنى يا عم، التاني بقى بالاسود اهو كده، فطالما متداخلان فالاتنين ليهم نفس الطول. طب يا مستر ما تعلي معايا المستوى شويه، كان يقول لك ملفان متجاوران مع اهمال المسافه بينهم، ساعتها كان الملف اللولبي يبقى عامل كده، بص كده، والتاني جنبه على طول لازق فيه، شايف؟ يبقى ساعتها لما تاخد الطول هتاخد الطول ده كله، هو ده الطول اللي بيحصل فيه الحث المتبادل. طبعا ممكن يقول لك بينهم 10 سنتيمتر وطول كل واحد 20 و20، يبقى ساعتها تاخد المسافه كام؟ كلها ب50، انما عشان دول متداخلان فخدنا الطول ده. ارانك انك خدت بالك منها، بس حلوه، فكره حلوه، نبدا نصعب، وده الهدف من حلنا، احنا مش بنحل السؤال وخلاص، انا كل سؤال بديك افكار تصعب شويه. طيب كده حسبنا ال يا معلم، الام خش بقى على الاي، ام اف طبعا دلتا اي، اضرب الام في دلتا اي على دلتا تي، خش يا ريس 8 9 الدلتا اي 2 امبير يمر بيه تيار كذا. طب ايه فين التغير؟ انقطع التيار، يعني خلاص كده ايه، 2 امبير ام دلتا اي على دلتا تي 1 في 10 اس سالب 3. طيب يا مستر مش انقطع التيار دي يبقى صفر ناقص 2؟ اقول لك ما هو في سالب القانون هنا، وصفر ناقص 2 فيعمل سالب، سالب في سالب بموجب، او تعملها بدماغك، هو التيار ده لما ينقطع يقل، فالام اف المستحث تكون طرديه بالموجب، فما توجعش دماغك، بالسالب انصر في 2 على 10 اس سالب 3 يدي 3 7 تقريبا 3 7 8 فولت. ماشي يا معلم، دول مديك الفاي ام ومديك الدلتا اي، وفإن معامل الحث المتبادل. بص بقى الحاجات دي اثباتها اتشرح في المحاضرات، فانا ممكن اقول لك هنا في الخلاصات. بص يا ريس، في قوانين للحث من اول الدرس الثالث الفصل الثالث، نفط ان الاي ام اف، بص بقى الشفره دي نفط، خد بقى دي هتاخدها انت ريل وتنزلها، نفط ميت ليت نفي نفي منال منانال. ايه ده الدرس الثاني؟ نفط ده الدرس الاول، نفط ميت ليت نفي نفي منانال. لما تجي لك الدلتا فاي، الكلام ده اللي قلته في المحاضره، الدلتا فاي تجي لك تسمع القانون، او انت لما تبقى في الدرس الثاني حس يعني بشكل عام، نفط لا ده حس ذاتي، نفط ميت ليت نفي ظهرت النفي. مين النفي دي بقى في القانون؟ يقول لك ان النفي دي ام بتساوي ان دلتا فاي على دلتا اي، نفي دي معامل الحث المتبادل. امال النفي الثانيه بتاعت مين؟ حث الذاتي، ان دلتا فاي على دلتا اي. الاثبات بتاعها اتقال في المحاضره، ان احنا بنساوي نفط بنساويها بلايت، والدلتا تي بتطير مع الدلتا تي وتاخدها في طرف بتطلع معاك. يلا يا معلم، عايزين بقى الان بكام؟ ملف الثانوي، خلي بالك دي بتاعت الثانوي، دايما الان دلتا فاي دول ثانوي. 50 الدلتا فاي خد اي قيمتين قصاد بعض ب 0.8، الدلتا اي ب 16، وتطلع معاك يا معلم هكذا. قول بقى الشفره تاني يا مستر، نفط ميت ليت نفي نفي منال منانال. مين منال دي؟ اللي هي ميو ان تربيع في ايه على ايه، فعشان كده نقول منال في شده. نفط اللي هي ان دلتا فاي على الدلتا تي اللي هي الام اف المستحثه، ميت اللي هي ام دلتا اي على الدلتا تي دي الام اف المستحثه المتبادل، ليت ال دلتا اي على الدلتا تي، ودي في الحث الذاتي هنقولها كمان شويه، هقول لك الشفره بعد شويه، خليك بس ماشي معايا. هعوض يا مستر 50 في 8 من 100 في 16 تطلع بربع، تبقى الإجابة ب، صح كده؟ صح كده. الشكل المقابل يمثل فإن معامل الحث المتبادل الاي ام اف دلتا اي على الدلتا تي معامل الحث المتبادل، سهلة دي، اي ام اف بتساوي ام دلتا اي على دلتا تي. هتبص ده الصادات او ده بشكل عام السينات، وده الصادات، يبقى مين الميل؟ الام، اللي بيتبقى دايما هو الميل، او هات ان الام بتساوي اي ام اف على دلتا اي على دلتا تي، ده برضو السينات، الصادات على السينات اللي هو السلوب. تعرف بقى تعمل سلوب ولا على الله حكايتك.
بعرف اعمل اسلوب يا مستر. فرق الصادات على فرق السينات، عيد ورايا عشان انت بتتلخبط. احسب بقى لوحدك. يلا انا اشرب شويه ينسون عشان صوتي وجعني. فرق الصادات على فرق السينات. يلا يلا. الله، اليانسون بيصالح الصوت قوي. فرق الصادات 12، خد اي نقطتين، 12 ناقص 4. فرق السينات 6 ناقص 2، 8 على 4 ب2. سؤال سهل. الشكل المقابل يوصل اي ام اف والدلتا اي والدلتا تي، وبيقول لك فإن الشكل المناسب الذي يمثل علاقة الام وده. طيب صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى يا معلم، معاك الاي ام اف ومعاك الدلتا اي على الدلتا تي، ممكن نحسب من هنا الام. كنا قلنا الام هي الاي ام اف، لسه عاملين القانون في السؤال اللي فات، على دلتا اي على دلتا تي، كانك قسمت على الدلتا اي على الدلتا تي. يلا يا معلم، هنا 1.2 على 4، شوف بقى تطلع بكام؟ تطلع ب3/10. دي الام، معامل الحث المتبادل. طيب بص بقى، عندنا شويه حاجات، عندنا اكس وعندنا واي وعندنا اكس وعندنا زد، في 2 تستبعدهم فورا فورا، اكس وواي. غلط تماما. لا مستر غلط ليه؟ هقول لك دلوقتي. مش احنا قلنا ان معامل الحث المتبادل ده بيعتمد على معامل النفاذيه والان الاولاني وان الثاني والمساحه بتاعت الثانوي والطول. ايه علاقه الدلتا اي على الدلتا دي؟ ملهاش دعوه. تمام. دي عوامل اللي هي بتعتمد عليها الحث المتبادل. مع الدلتا اي على الدلتا تي هو ثابت، يعني كل ما الدلتا اي الدلتا تي تزيد، الام دي معامل الحث المتبادل، ده المعامل نفسه. يعني ايه المعامل نفسه؟ يعني ده ليه علاقه بالمساحه، ليه علاقه الحاجات بقى اللي هي كانت في اول سؤال خالص، قال لك المساحه، معامل النفاذيه، ليه علاقه بعدد اللفات، وليه علاقه بالطول، او قال لك بحجم الملفين. انما ليه علاقه بالدلتا اي على الدلتا تي؟ لا، يبقى ثابت. فاضل لك دي او دي. طب اختار انهي واحده؟ القيمه طلعت معايا ب3/10، فطلعت دي. كي واللي بعده، ملفان لولبيان متجاوران اذا تغير الملف الاولاني زاد بمقدار كذا، يبقى دي الدلتا اي. كان التغير في الفيض بواسطه الملف الثاني دلتا فاي على دلتا تي. تمام. فاذا علمت ان معامل الحث المتبادل ام، فين عدد ملفات اللف الثاني؟ سمعت سيره الان دلتا فاي؟ سمعت سيره الدلتا فاي؟ اعمل ايه؟ سمع. حتى لو مش عارف القانون سمع. نفط ان دلتا فاي على الدلتا تي ده بيعمل ايه؟ في مستحثه، مش عايزينها. عايزين حاجه في الحث المتبادل. في 2، نفط ميت ليت، لا نفي، اوبا ظهرت الدلتا فاي تاني. نفط، لا نفط ميت، اللي هي ان الاي ام اف بتساوي ام دلتا اي على دلتا تي. فايتك انت اللي ما بتتفرجش على المحاضرات بتاعتنا، فايتاك. طيب نفي دي اللي كانت معامل الحث المتبادل بتساوي ان دلتا فاي على دلتا اي. سمع معايا، ان دلتا فاي على دلتا اي. بص بقى، تلاقي معاك كل حاجه، معامل الحث المتبادل معاك، الدلتا فاي معاك والدلتا اي معاك، فاضل لك الان. وقلت لك الان دلتا فاي دول بتوع مين؟ دول بتوع الثانوي، يبقى دي ان 2، ان بتاعت الثانوي. معاك كل حاجه. لو عايز الان في طرف، او عايز تعملها شيفت سولف براحتك، 75/100 تساوي الان الدلتا فاي ب3/1000 على الدلتا اي ب2. هتبعت الاثنين في الضرب، الاثنين في الاسم تروح في الضرب، وتنزل ال3/1000 تحت، تطلع 500 لف. سؤال جميل، هدفه الاساسي انك تكون حافظ القانون. بيقول لك برضو مستحثه الفيض، نفس الكلام، دلتا فاي اذا عنت الإيماء في المستحثه كذا وفرق الجهد بين طرفي المصباح. تمام. لحظه تولد اي ام اف مستحثه في الملف ايه؟ فين عدد لفات الملف ايه؟ طيب اول حاجه، فين الملف الابتدائي؟ ده الابتدائي. مين الثانوي؟ ده الثانوي، اسمه سكندري. يلا واحده عربي واحده انجليزي. اول حاجه تروح تشوف الاسهم الاصليه. الاسهم الاصليه مش كده، ده هيلف يجي من ورا يعمل كده، وتيجي تشوف هنا الاسهم الاصليه، وبعدين تبدا تشوف التغير. هو التغير يا مستر بيقول لك لحظه غلق المفتاح كي. ايه ده التيار الناحيه دي يزيد، اوبا، فالمجال يزيد، اوبا، يتولد اي ام اف عكسيه الناحيه الثانيه.
يعني يتولد اي ام اف عكسيه يبقى عكس اتجاه الاسهم بالشكل ده. ايه ده؟ اوبا، ده كده بص بص بص، ده التيار المستحث جاي عكس التيار الاصلي. طيب تعالى بقى نحاول بقى نشوف عايزين نحسب ايه ارقام. اول حاجه لحظه تولد الاي ام اف المستحثه في الملف ايه، فان عدد بص بالراحه، فرق الجهد بين طرفي المصباح يساوي 3 فولت. الفي هنا دي بتساوي 3 فولت. تمام. معانا ارقام ايه تاني؟ معانا اي ام اف، معانا فاي ام على الدلتا تي طبعا. هو عايز ايه بقى؟ عايز فإن عدد لفات الملف ايه. ماشي. طيب عايزين نفكر فيها، ايه رأيك؟ اول حاجة بيقول لك ان الاي ام اف المستحثة اكبر من البطارية. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي الاي ام اف المستحثة، تخيل معايا ان هي جايبه لي دي هنا في ام اف مستحثة اللي هي بالفولت. الاي ام اف المستحثة اللي هي بالفولت اللي هي باللون الاحمر. ركز بقى بالله عليك عشان الكلام ده مهم قوي. هي اللي كسبت، اللون الاحمر هو اللي كسب. تخيل لو عندك تيارين، تيار مستحث جاي من قيمه عاليه وتيار اصلي جاي من قيمه صغيره، تفتكر مين اللي هيكسب؟ اكيد التيار المستحث هو اللي هيكسب. طيب دي اول نقطه. تاني نقطه، هو قال لك البطاريه دي خدت كام فولت؟ 3 فولت. اوبا، يعني الرسمه بتتحول كالاتي: بطاريه فوق، بطاريه تحت، ولمبه هنا. الشكل ده تقريبا هو الشكل ده. بطاريه هنا دي ب 3 فولت ودي ب 3 فولت. ومين اللي كسبان؟ الراجل اللي جاي التيار من فوق ده اللي جاي. تفتكر التيار اللي فوق جاي كام عشان اللمبه دي تاخد 3؟ جاي ب 6 اكيد. ليه؟ عيد معايا مستر تاني. الستة اللي جايه دي يا ابو الصحاب، شايف؟ جت كسبت الثلاثه. فانا كده تخيل معايا لو كان فوق ما كانش فيه لو دي كانت 3 فولت ودي كانت 3 فولت، هل كان هيبقى في تيار مستحث؟ مستحيل. ده كانهم بطاريتين عكس بعض فهيلاشوا بعض. طب احنا قلنا الاثنين قد بعض ولا لا؟ اكيد لا، اكيد اللي فوق كسبان. طب مثلا افترض دي كانت 10 فولت دي 3 فولت. فاكر دي كانت في الدرس في الفصل الاول، دي 10 و3 بس عكس بعض، يبقى لك كام فولت؟ 7 فولت. فده الراجل ده ياخد كام؟ 7 فولت. تعال بقى نعيد تاني. دي واخده 3 فولت ودي واخده 3 فولت، يبقى اكيد البطاريه الكبيره كانت بكام؟ اكيد كانت ب6، صح؟ عشان تكسب الثلاثه ودي تاخد كمان 3. خلاصه الحوار يبقى الام اف المستحثه بكام؟ ب6 فولت. فكرتها حلوه وجميله. طب كان في قانون يا مستر ممكن تعوض فيه ان الاي في الار ده اللي هو الفي بيساوي في اللي هي بتاعت الاي ام اف او اي ام اف على طول. ده انا بقى لو انت عايز تبصمج في القانون ماينس الفي بي على، خلاص مفيش على بقى، فتقدر تقول الراجل ده واخد 3 فولت والبطاريه برده ب 3 فولت، يبقى الاي ام اف ودي السالب 3 الناحيه الثانيه يبقى ب 6 فولت. انا بحاول اوريها لك بالطريقتين، لو انت عايز تعوض في القانون او لو انت عايز تجيبها بدماغك. ده اصلا حتى لو انا بفكر فيها قدامك ده يعلي اصلا مستواك، يبقى لازم تشوف الحل. ال 6 فولت دي يا معلم تروح بقى تعوض في قانون الام اف المستحثه نفط ان دلتا فاي على دلتا تي. الام اف يا معلم اللي اتولدت المستحثه اللي هي جايه من فوق اللي هي بتاعت الملف 6 فولت. عدد اللفات طبعا بتاعت الثانوي اللي هي الملف ايه، احنا ملف ايه قلنا اللي هو الثانوي، كاتبها لك ايه سكندري اللي هو الثانوي، لازم تعرف بقى المصطلحات بالانجليزي يعني. ودي نص، فطبعا 6 على نص بكام؟ ب3. خليني اعمل لك حركه عيب، طبعا 6 على نص 12، وعندك 6 بيتزات قسمتهم انصاص يبقى هيبقوا 12. تمام. يلا يا ريس بسم الله. ملفين لولبيان متجاوران اكس وواي. اقرا بقى وانا هقرا في سري لحد ما اشفط شفطتين. صوتي وجعني قوي، طول اليوم بنلف ونشرح ونعمل حاجه متعبه قوي بصراحه. يتكون الملف واي من 60 لفه. وصل الملف اكس ببطاريه. محتاجين نرسم بقى، ده انت تفوق يا مستر. حاضر. ملفين، ملف اكس ملف واي. بالراحه بقى، بيقول لك ملفين لولبيان محورهما واحد، يوم نفس المحور. تمام. الملف واي كده اهو، طك 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 كده، اي حاجه رسمه كروكي. الملف واي كده في 60 لفه.
اول حاجه قال لك ملف اكس هو اللي متوصل ببطاريه، قوتها الدفعه الكهربيه 10 فولت، مقاومتها الداخليه مهمله عند تغيير مقاومه الدائره في الملف اكس. طيب بالراحه بقى، عندي كده اهو، ادي الملف اللولبي هنا كده 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 كده. قال لك ان انا عندي مقاومه هنا، طبعا مقاومه ايه؟ متغير. نرسمها ازاي دي يا عم؟ هنا في مقاومه متغيره، ما توجعش دماغك. كانت ب2 اوم بقت ب5 اوم، يعني المقاومه زادت الناحيه دي، يعني التيار قل الناحيه دي، يعني منطقي يتولد اي ام اف طرديه. انا بحاول انكش معاك. تغير الفيض المغناطيسي من كذا لكذا، فإن معامل الحس المتبادل. اوبا، نفط ميت ليت نفي. يا حاجه نفي يا حاجه، ام بتساوي نفي ان دلتا فاي على دلتا اي. ظهرت يا معلم، خلصنا. ايه ده؟ ليه يا مستر خلصنا؟ ان دلتا فاي على دلتا اي. والله الام عايزين نحسبها. نفي دول بتوع الحس الذاتي، قلناهم الحس الذاتي وحس المتبادل، المعاملات يعني. الان دي معامل الحس الثانوي اللي هي 60 فولت، عدد لفات الثانوي سوري. دلتا فاي الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى، يعني 5 في 10 اس سالب 4 ناقص 2 في 10 اس سالب 3 على الدلتا اي. سهله بقى يا معلم، اول مره المقاومه كانت ب2 يبقى 10 على 2، فاول مره التيار كان ب5 امبير. تاني مره ب10 على 5، يبقى تاني مره كان ب2 امبير. لو عايز تعمل دلتا اي يبقى 2 ناقص 5 الحلقه الثانيه ناقص الحلقه، كانك حسبت التيار في بي على ار عادي. افتح يا معلم اقواس، 5 في 10 اس سالب 4 ناقص 2 في 10 اس سالب 3. طبعا مستر كتبها موجب لان الدبانه نكشاني، معرفش ليه دخلت 2 ناقص 5 تطلع ب3 من 100. سؤال جبار، ياخد ايه؟ ختم الجبار. سؤال حلو قوي، علم عليه، اعرف فكرته، اعرف القانون. لما يجيب لك في الحس الذاتي او الحس المتبادل دلتا فاي بشكل عام، بيكون القانون نفي ان دلتا فاي على دلتا اي بتكون بتساوي معامل الحس المتبادل او معامل الحس الذاتي. والشغل دايما بيجي من هنا. الافكار في الدرس ده في كتاب التفوق عالميه بصراحه. يلا يا معلم، بيقول لك فإن قيمة متوسط الام اف المستحثة في الملف الثانوي خلال الفترة كذا، من غير ما تفكر الراجل ده أكيد في تغير. هنا مفيش تغير، يبقى طبعا هنا زيرو مبدئيا. تعال بقى نخش على الحالة اللي بعدها. عايزين نحسب، ممكن نحسب الدلتا اي على الدلتا تي، ومعانا ام اللي هي معامل حس الذاتي، يبقى خلصنا المسألة. اي ام اف بتساوي الام 4/10، الدلتا اي من صفر ولا من ايه دي؟ من صفر يعني، ولا دي بادئه من الصفر طبعا. هو ايه الحركات دي بقى يا معلم؟ طب تعالى ناخد نقطتين تانيين، النقطه دي مثلا والنقطه دي كده. ما هي الرسمه بص متشفته شويه، ما مش عارف كده تمام ولا مش. طب بادئه من الصفر ولا مش بادئه؟ اكيد بادئه من الصفر. تعالى ناخد نقطتين بقى واضحين، دي ودي هي تقريبا ماشي. 4.5 ناقص 1.5 على الدلتا تي 8 ناقص 4. وطبعا ما تنساش تضرب بره في التحويله 10 اس سالب 2. انا خدت نقطتين اللي هي كانها فرق الصادات على ايه؟ على فرق السينات. يا رب بقى تظبط، لان الرسمه بصراحه بيني وبينك ليست واضحه بالمره. 8 ناقص 4 كده 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 يا ابني 10 اس سالب 2. ما ظبطتش فعلا. 8 ناقص 4 في 10 اس سالب 2 و4.5 ناقص لا حول الله يا رب. ثواني بقى لا يكون عندي غلطة على الآلة. تعالى كده نجربها تاني. 4/10 فيه. طب تعالى كده ناخد النقط كلها بقى، ما هناخد الخط كله. التغير سوري معلش، طبعا ما ينفعش تتعوض كده يا معلم، ده كده غلط اصلا. لا يا مستر، هو بيسألك التغير من الاي للبي، فانت مش بتحسب البي، ده انت عايز التغير من حتة ايه لحتة بي، فغصب عننا لازم نعوض بالنقط بتاعت ايه لبي. طبعا ده غلط خالص، سوري. من هنا صفر، بداية التغير وصل ل4.5. طب تعالى نعملها كده 4.5 ناقص صفر، وتعالى نعملها هنا 8 ناقص صفر. هي بقى ايه؟ بص انا اللي مضايقني ايه؟
انت هتفهمني دلوقتي. شايف هي بص ما تعملش نفسك فيها بقى مهندس يا مستر، بس بص شايف الخط فوق اهو، فهي ما وصلتش قوي للخط. وكمان هنا شايف الرسمه مش بادئه من الصفر كزمن، يعني هي من 8 لحد مثلا 1.2 او يعني فاهم قصدي ايه؟ مش هنا، يعني المفروض تبقى عامله كده عشان اخد الارقام اللي انا معوض بيها. بس تعالى نشوف ممكن تكون في غلطه في الرسمه يعني. 4.5 ناقص صفر، 4.5 يعني على 8 في 10 أس سالب 2 تدي 22. المرة دي ظبطت اهي. فهو دي غلطة في الرسمة، الحدود بتاعتها مش مظبوطة. يا مستر بقى ما تبقاش محنك بقى، معلش يا ابني، ما هي دي غير دي، معلش يعني خليك بقى ايه، خليك فاهم. طبعا سؤال تافه انه يقعد يطول تعويض مباشر. اوبا الرسومات وما اجملك الرسومات. خلاصة الرسومات سجل ورايا. اي حاجة يا معلم رسومات، الرسومات بنحلها بالاستبعاد. قول تاني كده وانا سامعك من ورا الكاميرا. الرسومات ايه؟ بنحلها بالاستبعاد. ازاي؟ تيار بيزيد، لينز يقول لك قلله، اعمل عكسه. يعني عكسه في السالب، عكسه قلت لك اي ام اف العكسيه بتطلع قيمتها بالسالب، يبقى حاجه في السالب. طبعا دي غلط، دي في الجزء اللي فوق ففي الموجب. معايا 3 رسومات، 1 2 3. العلاقه الخطيه يا معلم من الدرجه الاولى لما بتيجي تعمل لها الميل، يعني دي الدلتا اي على الدلتا تي، او بسم الله الرحمن الرحيم، او دلتا فاي ودلتا تي. خلاصه الحوار لو انت في الحته دلتا فاي ودلتا تي ودلتا اي فوق برضو ودلتا تي تحت، لما بتيجي ترسم بقى الرسمه بتاعت الاي ام اف انت كده عملت ايه؟ حسبت الميل، عملت حاجه اسمها الاسلوب ده اثباتها الرياضي. خلاصه الحوار بقى لو الدلتا اي على الدلتا تي من الدرجه الاولى، شايف درجه اولى يعني علاقه خطيه، تتحول في الرسمه دي تكون علاقه ثابته. لو دي من الدرجه الاولى تتحول دي تبقى علاقه ثابته. في الرياضه بنعملها كده، لو دي اكس التفاضل بتاع الاكس بيكون 1، فدي بتتحول لعلاقه ثابته. فاي حاجه علاقه مايله صفر غلط، دي غلط، ودي مايله شويه فدي غلط. اي حاجه مايله غلط لازم تكون ثابته. شايف؟ لازم تكون ايه؟ لازم تكون ثابته. اصلا دي الاجابه من غير ما احسب. لو انت حسبت 3 من 10 في 5 على 10 اللي هي الدلتا اي على الدلتا تي، نص في 3 50 قصدي معلش 5 في 3 ب 15، وطبعا تطلع في السالب لان دي ام اف عكسيه. صح كده؟ مظبوط؟ فهمت؟ يبقى انت كان ممكن تحلها من غير حسابات خالص. خلاصه الحوار الدلتا اي على الدلتا تي او دلتا فاي مع الدلتا تي لو علاقه خطيه لازم تكون علاقه ثابته، دي ليها اثبات رياضي في التفاضل. لو انت عارف التفاضل بقى، ملف هوائي طوله عدد لفاته مساحه وجهه تيار، حوله ملف اخر معزول حيث ينطبق عليه تماما يعني يوم نفس الطول، عدد لفاته ولا يحمل تيار كهربي اذا فتحت دائره الملف الاول وتلاشى الملف الثاني. السؤال ده بقى مباشر. معامل الحث المتبادل منانال 1 2 2، لا انت دبانه مقرفه. علق العوض يا ريس. الميو مش معانا بس احنا بنعوض بقى بالميو اللي هي 4 باي في 10 اس سالب 7. عدد لفات الاولاني 175، عدد لفات الثاني 3 امبير. ايه العبط ده؟ عدد لفات الاولاني عدد لفات الثاني 25، مساحه الثاني بحيث ينطبق تماما عدد لفاته كذا ولا يحمل عليه اذا فتحت تيار نفس بقى الكلام اللي عملناه من شويه. طالما الاثنين منطبقين على بعض يبقى ليهم نفس المساحه، يبقى هتاخد المساحه اللي موجوده عندك دي المفروض مساحه الثانوي. اتفقنا؟ طيب يبقى دي 20، طبعا المساحه تربيع بتتحول في 10 اس سالب 2 ولا 4 كرر سالب 4 شاطر، مش 4 كمان، على ال بالنسبه لنا مديها لنا اهو 88 سم، حولها في 10 اس سالب 2 تلاقيها 0.88. ترشق المهلبيه دي كلها على الاله، وبعد ما تحسب الام عايز تحسب الاي ام اف تساوي في دلتا اي اللي هي تلاشى التيار طبعا يعني التغير هيبقى ب3 بس، والدلتا تي 10 في 10 اس سالب 3. تاخدها بقى من فوق تعوض تحت. يلا يا ريس. ميو 175 في 25 في 20 في 10 اس سالب 4 على 88%، تضربها في 3 وتقسمها على 10 في 10 اس سالب 3. تطلع الإجابة بتاعت دي 375 من 1000، وتطلع دي 1.25، يبقى الإجابة 1000. السؤال العادي يتكرر كتير.
بيقول لك معامل حسه الذاتي. احنا وصلنا بقى للحس الذاتي، الله ينور، وكده وصلنا الحس الذاتي صح؟ ماشي. هنا بقى الحس الذاتي وصل اهو. بيقول لك فتكون الإيماء في المستحثة خلال الفترة الزمنية بي سي. معك الحس الذاتي يا معلم اي ام اف لايت. الاي ام اف بتساوي لايت 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 لايت. بتحفظ القوانين كده، والله بتحفظها كده، ومش افهات ومش غلاسه، انما بتحفظها كده اسهل بكتير قوي. طبعا كنت 5 صفر، ممكن نعملها صفر ناقص 5 يبقى فيه سالب يطير مع سالب القانون، خلاص بقى انت بقيت كبير. ممكن نقول التغير 5 على طول. التغير في الزمن من 6 ل 5 يبقى 1، بس في 10 والسالب 3. ما تنساش التحويله. ممكن انا اوفر شويه خطوات تبقى 5 فولت. صباح الفل يا ريس. الشكل مقابل يمثل دائره كهربائيه بها ملف حس يمر به تيار كهربي شدته اي. عند فتح المفتاح كي ينعدم التيار خلال دلتا تي، وانعدم التيار يعني ده دلتا اي، ما 4 ناقص 0 ب 4. عايز ايه بقى؟ قيمه الاي ام اف المستحثه. الاي ام اف بتساوي ام ال دلتا اي على الدلتا تي. ال بكام؟ 2 من 10 في الرسمه، الدلتا اي ب 4 والدلتا تي ب1 من 10. دي كانت 2 في 4 بكام؟ ب 8. الحسابات بقى انت اعملها على الاله. اتجاه التيار المستحث، ابوس ايدك لا تركز. التيار الاساسي جاي كده. الخطوات بقى دي ثابته، بالله عليك ما تتلخبط، الخطوات ثابته. بتعمل التيار الاساسي، طب بعد ما اعمل التيار الاساسي تروح تشوف التغير زياده ولا نقصان. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عند فتح المفتاح كي. ايه ده؟ هو انا لما افتح المفتاح ايه ده؟ هو هيبقى في تيار في الدايره ولا هيقل لحد ما ينعدم؟ يقل لحد ما ينعدم. قفشت التغير؟ اصبر بقى. يبقى كده التيار هيقعد يقل، ينهار التيار. التيار بيقل، لينزي يقول لك ايه؟ لينزي يقول لك زوده اعمل زيه. هم حالتين والله ما في تالت. التيار يزيد، لينزي يقول لك قلله اعمل عكسه. التيار يقل، لينزي يقول لك زوده اعمل زيه. والله ما في اسهل من يا ابني، والله العظيم ما في اسهل من كده يا ابني. بحاول ابسط لك الفيزياء وانت ما فيش. حاول بقى تظبط وتفهم. مصر تحفظ ليه؟ ما تفهم. لما هو التغير دايما بالعكس. التيار يزيد، لينز يقول لك قلله اعمل عكسه. انت لما بتقلل حاجه بتعمل عكسها ولا زي؟ اكيد بتعمل عكسها. لما تيجي تزود الحاجه بتزود في نفس الاتجاه. يبقى هنا التيار لما تيجي تفتح المفتاح التيار يبدا ينهار يقل. لينز يقول لك زوده. خلاص هزوده ازاي؟ هعمل زيه. فيبقى يبقى في المستحثه في نفس الاتجاه بالشكل ده. يبقى في نفس اتجاه الايه؟ التيار الاصلي، فيكون في اتجاه رقم 1. يا رب يا رب يا رب يرزقك الفهم يا اخي. ما تقول امين وتدعي لي دعوه حلوه في الكومنتات بقى. ماشي يا معلم. سؤال رقم 24 بيقول لك لحظه غلق المفتاح اس في رسم المقابل عند التي 0، فاذا كانت قافضه الكاف المستحثه في الاي ام اف المتولده بالملف، وكذلك شده التيار اي المار في الدائره اي خلال الزمن تي، اي من الرسومات البيانيه الاتيه صحيح. طيب بنبدا نلاحظ شويه ملاحظات. اول ملاحظه ان احنا عندنا لحظه الغلق. اسمع بقى كلمة لحظة الغلق دي عشان هتيجي كتير. لحظة الغلق التيار بصفر، والدلتا اي على الدلتا تي دي قيمة عظمى. لحظة الغلق التيار بصفر، ولحظة التغير بتكون دلتا اي على الدلتا تي قيمة عظمى. طيب تعالى نفهمها بالشرح بقى. طبعا معنى ان الدلتا اي على الدلتا تي قيمة عظمى، فالاي ام اف ال دلتا اي على دلتا تي، وطالما دي قيمة عظمى فالاي ام اف قيمة عظمى. يعني في لحظة البداية هنبدأ من القيمة العظمى. لا دي لا. علاقة التيار مع الزمن المفروض يبقى عاملة كده، فدي غلط. الاي ام اف مع الزمن، هي الاي ام اف المستحثة مع الوقت بتزيد ولا بتقل؟ لا يا معلم بتقل، فدي غلط ودي غلط. فتكون القيمة بالشكل ده. شكلها غريب شوية بس تعالى اشرحها لك. اول حاجة يا معلم ان في البداية خالص البطارية ب 10 فولت، 10 في بي مثلا ب 10 فولت. طيب في اللحظة دي التيار هنا قيمته بصفر. هو في تيار؟ لا. مين دخل ده ب 10 فولت؟ طب الفولت ده راح فين؟ حاصل اي ام اف عكسية قيمتها 10 فولت. شفت بقى؟ يبقى في البداية ال 10 فولت. طب دي بتيجي من انهي قانون؟ كان عندك قانون بيقول ان الاي وهنا الار وهنا في بي ناقص اي ام اف. في البداية خالص التيار بصفر، يبقى صفر في الار بصفر، يبقى الفي بي ناقص الاي ام اف هيساوي صفر. يبقى الفي بي بتساوي اي ام اف. اتفقنا؟ يبقى
الفي بي او الاي ام اف في لحظه الغلق بيساوي في بي اللي هي اقصى فرق جهد في الدايره، ساعتها تبدا من الاي ام اف. طب ليه بتطلع كده؟ لان طبعا التيار بيزداد فبيتولد اي ام اف عكسيه، عشان كده هي في الاتجاه السالب، وهي طبعا بعد شويه ما بيبقاش في اي ام اف، في ساعتها التيار بيبقى ثابت. يعني لو حبينا نعمل الرسمه بتاعت التيار معاها، فالتيار بيبدا من الصفر يقعد يزيد 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 لحد ما بيبقاش في ام اف يوصل للقيمه العظمى. يعني هتلاقي اللحظتين دول في نفس الوقت، فتلاقي ان التيار بيزيد فبيتولد اي ام اف مستحثه عكسيه، عشان كده هي في السالب. وضعت حلقه دائريه ان بواحد نصف قطرها ار مقاومتها ار عند مركز حلقه دائريه اكبر واي، نصف قطرها الار الكبيره، بحيث يكون حلقتين في نفس المستوى لو من نفس المركز. اذا كانت الحلقه الدائريه واي ينمو بها تيار كهربي من الصفر لستة خلال زمن، دي دلتا تي ودي دلتا اي، فإن متوسط شدة التيار في الحلقة اكس خلال تلك الفترة. طيب عايزين نشوف متوسط شدة التيار المستحث في الحلقة اكس خلال تلك الفترة، والتغير حصل فين؟ وضع الحلقة الدائرية اكس واي إذا كانت الحلقة الدائرية ينمو بها تيار، يبقى أنا كده كأني عامل حس ذاتي ولا متبادل؟ حس ذاتي ولا متبادل؟ عندي ملف كبير، ملف صغير، الملف الكبير هو واي يتشاركوا نفس المركز، ده اكس وده واي. الراجل اكس ده يمر بيه تيار كان ب6 امبير او من صفر لحد 6 امبير، والملف واي ده ما قالش ان في حاجه، بس مقاومته الكهربيه بكام؟ 1/10 اوم. ماشي معانا نص القطر الصغير والكبير والدلتا تي اهي. طيب دي كده حس ذاتي ولا حس متبادل؟ حس متبادل، عندك ملفين، ملف اثر على ملف، يبقى طبعا ده حس متبادل. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا دلتا اي. خلاص، طب ما عندنا عندنا معامل الحس الذاتي. تعالى كده نجرب نشوف قانون معامل الحس الذاتي. الميو بيساوي ميو الام بقى بتساوي ميو ان 1 ان 2 في ايه بتاعت الثانوي على ال. طيب مش معانا ال اصلا، دي كانت قانون لمين؟ القانون ده كان لمين؟ ده للملف اللولبي. طيب تعالى بقى نرجع للاصل خالص، صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاي ام اف المستحث، ارجع بقى يا مستر للدرس الاول خالص، بيساوي ايه؟ من غير ما احفظك قوانين قسما بالله، كانت بتساوي ان في دلتا فاي على دلتا تي. من الواضح ان الملف اللي هو واي ده بيعمل ايه؟ بيعمل مجال، صح؟ بيعمل تغير في المجال. يبقى التغير في ايه؟ هل مثلا دوران؟ هل تغير في مساحه ولا تغير في المجال اللي هو تيار في المجال؟ يبقى في المجال، يبقى اقدر اقول ان في الايه؟ في الدلتا بي. هل في تغير في السيتا؟ لا، يبقى خلاص مفيش سيتا، ساين 90، لان طبعا الملف ده عامل مجال بزاويه 90 على ده فساين 90. ندخل على الدلتا تي، هتبدا تفرج، والله لا تبدا تفرج. اول حاجه الاي الام اف ده بتتفك لاي في الار، والاي ام اف دي بتكون في الملف الثانوي، يبقى انا عايزين نوصل للتيار بتاع الثانوي. معانا المقاومه في الثانوي ب1/10، يبقى واضح. تعالى كده نعلم على الحاجات اللي معانا. ده معانا الاي عايزينها، الملف بقى عدد لفات الدلتا فاي معانا، المساحه معانا، الدلتا بي والدلتا تي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بالراحه بقى، بالراحه، ابوس رجلك. ده الان بتاعت الثانوي اللي هو رقم 2. انت عارف ان الدلتا فاي على الدلتا دي حاجات الثانوي. مساحه الثانوي، التغير في المجال جاي من مين يا معلم؟ جاي من الابتدائي ولا جاي من الثانوي؟ لا، المجال جاي من الابتدائي. الابتدائي حصل فيه التغير فسمعت في مين؟ في الثانوي. انما التغير اصلا جاي من مين او بسبب مين؟ جاي من الابتدائي. وهنا بتبدا الشغل بتاعك. يلا يا معلم، ان بتاعت الثانوي، او تعالى بالراحه كده، الان بتاعت الثانوي، ما هو قال لك الان بتاعت الثانوي حلقه دائريه، يعني الحلقه بواحد. مساحه الثانوي اللي هو راجل اكس، نصف قطرها 4 سنتيمتر، يبقى باي في 4، طبعا لازم تحولها في 10 اس سالب 2 تربيع. دي مين؟ ده كده انت حسبت مساحه الثانوي في المجال بتاع الاولاني. تعالى بقى نحسب البي بتاعت الاولاني. قانونها ايه؟ منير ميو ان اي على 2 ار، لان ده ملف دائري مش ملف لولبي. شفت بقى الفكره حلوت ازاي؟ طبعا الميو رقم ثابت، الملف الابتدائي احنا على فكره ده واي اللي هو اللي حصل فيه المجال، اللي عامل تغير في المجال اللي هو واي. ام عدد لفات الابتدائي 1، التغير
هيكون في مين؟ في التيار. مش احنا عندنا تغير في المجال اللي هو تغير في مين؟ في التيار. ما هو السبب ان التيار اتغير وبالتالي عمل لي تغير في المجال. يبقى دي نقدر نقول 6 ناقص 0 على 2، ودي نص قطر الملف مين؟ واي، اللي هو نصف قطرها 30 سم، يبقى 30 بس في 10 أس سالب 2. يبقى انت كده عملت ايه؟ الان دي بتاعت الثانوي، الايه بتاعت الثانوي، مين اللي حصل فيه تغير في المجال؟ الملف الابتدائي. جاي منين؟ من الملف الابتدائي. يبقى حسبنا حاجات الملف الابتدائي هنا لوحدها. يلا يا معلم، الام في 6 على 2 في 30 في 10 أس سالب 2. دي طلعت معاك البي 256 في 10 أس سالب 5. دي البي اللي هي هنبدأ نعوضها هنا. طبعا ما تنساش الدلتا تي بكام؟ 10 أس سالب 4 والاي في الار. تعالى بقى نحسب كل الباكج دي كاملة. 1 في الباي في افتح قوسين 4 في 10 أس سالب 2 تربيع في البي اللي احنا لسه حاسبينها على 10 أس سالب 4. طيب كل اللي احنا حسبناه ده هو الاي في الار اللي هي الاي ام اف اللي هي بكام؟ طلعت معايا ب 6 و3 1 في 10 أس سالب 4. اخر خطوه خالص ممكن انزل الار او اقسم على الار. احنا كده التيار في الملف الثانوي، يبقى الرقم ده اقسمه على 1/10 تطلع ب 6 و3 في 10 أس سالب 3. سؤال طبعا جبار يا حبيبي جبار. طيب كان في حل تاني؟ كان ممكن نحسب الام من ميو ان 1 ان 2 ايه بدل على ال. الفرق بين قانون الحث الذاتي بينين، قصدي معلش، الملف بسم الله الرحمن الرحيم، الملف الدائري والملف اللولبي. ايه الفرق بينهم؟ الملف الدائري ميو ان اي على ال، الملف اللولبي ميو ان اي على ال. الملف الدائري بقى ميو ان اي على 2 ار. كان ممكن تعوض هنا، وبعد ما تعوض هنا تحسب الاي ام اف بتساوي الام اللي انت بقى هتكون حسبتها من دي في الدلتا اي معاك على الدلتا تي، وهي على فكره، بس دي هتكون صعبه شويه. دي طبعا هتكون الميو في الان بتاعت الابتدائي في الان بتاعت الثانوي، كده كده الاثنين دول بواحد في المساحه بتاعت الثانوي على 2 في الار. هتكون دي الار او نص القطر بتاع مين؟ هيكون برضو نص القطر، بس هيكون القطر الكبير. دي هتكون صعبه شويه. لازم يا اما تكون حافظ ده وانا اقعد احفظك، يا اما برضو تكون عارف السيكونس الاساسي ان الاي ام اف بتساوي ان دلتا بي في اي في بي على دلتا تي والتغير في المجال، فتحسب المجال بره وتعوض. يعني حاسس برضو الحل الثاني يبان اطول عشان انا حاولت اشرحه، ولكنه بحسه ابسط كفهم عن انك تستحضر معلومه. تعالى كده نجرب دي. الميو الان 1 في 1 في باي ار تربيع باي في افتح كده 4 في 10 أس سالب 2 تربيع تربيع على 2 في نص القطر الكبير ب3/10. طلعت دي الميو. الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ 4 في 10 أس سالب 2 الكل تربيع باي. تمام كده انت حسبت الميو. تروح بقى تحسبها في الايه؟ الميو في الدلتا اي ب6 على الدلتا تي ب10 أس سالب 4. برضو ادى نفس القيمة ولكن في تحويلة عندي غلط. كده انت حسبت بقى ايه؟ شفت كده كل اللي انت حسبته ده هي الاي ام اف. على فكرة ادى نفس الارقام بالظبط، برضو ادى 6 و3 1 في 10 أس سالب 4. وكده كده دي الاي في الار، والار ب1/10، وهنا برضو 6 و3 1 في 10 أس سالب 4، فتطلع نفس الإجابة. بص أنا شايف دي أحلى بالنسبة لي بصراحة. لازم تبقى فاهم الرسمة، متخيل الفيزياء، مش حفظ وخلاص. اي في الار بيساوي ان في الاي في البي على الدلتا تي. الاي مع ان معاك بواحد، الاي باي ار تربيع عبيطه، الزمن معاك، فاضل لك تحسب المجال. ايه الخطوه التافهه في انك تطلع بره تحسب المجال منير؟ يعني ايه التفاهه في دي؟ خلاص تحسبها وترجع بيها، فمش صعبه يعني قصدي. ملف حثه الذاتي ال طبق بين طرفيه في او في بي ايا كان عند قطع فرق الجهد بين الملف تلاشى دلتا اي على الدلتا تي، فان الاي ام اف في التيار لحظه قطع تساوي ايه؟ طيب هو التيار لما ينقطع يتولد اي ام اف طرديه ولا عكسيه؟ طرديه، يبقى اكيد في نفس الاتجاه، يبقى موجب. يبقى القانون ان الاي بتساوي. طيب فإن القوة الدافعة الكهربية طبعا هيكون، عايزين بقى نعرف، هو ما قالش ممكن نحسب الاي ام اف الاول.
تعال نحسب الاي ام اف. الاي ام اف بتساوي ال دلتا اي على الدلتا تي. ال بكام؟ ب6 من 10، الدلتا اي على الدلتا تي ب150، يبقى الاي ام اف 6 من 10 في 150 يدي 90 فولت. طيب بيقول لك ملف حاسه الذاتي كذا، طبق بين طرفي فرق جهد مستمر مقداره 10 فولت، وعند قطع فرق الجهد عن الملف كان المعدل الزمني لتلاشي التيار كذا، فإن القوة الدفع الكهربائية الكلية بالملف عند لحظة قطع تساوي ايه؟ طيب هو كان 10 فولت صح؟ ولحظة القطع تولد اي ام اف طردية قيمتها كام؟ 90. يبقى لما يجوا هيبقى في عكس بعض ولا في نفس الاتجاه؟ اكيد في نفس الاتجاه، فيبقى التوتال 100 فولت. تمام؟ فهمتها يا معلم ولا ما فهمتهاش؟ افهمها لك. لو انت عندك ملف كده، الملف ده عامل بالشكل ده كده اهو، وحصل لحظة انقطاع، افترض مثلا التيار الاساسي كان في الاتجاه اللي فوق ده، قيمة فرق الجهد ده كان ب 10 فولت. طيب لحظة انقطاع التيار، يعني التيار هيبدأ يقل فيتولد اي ام اف طردية المفروض تكون في نفس الاتجاه. يعني الاي ام اف المستحثة اللي دي قيمتها كام لما حسبناها؟ 90 فولت. طب انت كواحد لو عايز يقيس فرق الجهد في اللحظة دي هيبقى كام؟ 90 و10 يبقى التوتال 100. سؤال حلو. ملف لولبي قلبه من الهواء اللي تياره ثابت تتولد فيه اي ام اف مستحثة ذاتية، فإذا انعكس التيار اي خلال فترة زمنية نص تي، معامل الحث الذاتي للملف يصبح، طبعا معامل الحث الذاتي ملوش دعوة ولا بالتغير في التيار ولا بالتغير في الزمن، دي ال ودي كانت دلتا اي على دلتا تي، طبعا ثابت ملوش اي دعوة بأي حاجة، اوعى تحتاس. فاضل لك الاي ام اف، تقدر تقول ان الاي ام اف بتتناسب مع الدلتا اي على الدلتا تي. تعالى بقى نشوف بتتناسب مع مين. اول حاجه قال لك الزمن بقى النص، سيبها دلوقتي دلتا تي. الدلتا اي قال لك انعكس التيار، بالراحه، اول مره كنت باي، لما اعكس اتجاه التيار عارف بنحط ايه للقانون؟ سالب اي، يبقى هو اول مره كان باي، تاني مره بسالب اي. خش يا ريس، احنا فارق معانا الدلتا اي، خش سالب اي ناقص اي، ما هو الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى، يبقى سالب اي دي الحاله الاولى الثانيه ناقص الحاله الاولى، يبقى دي كانها سالب 2 اي، وكده كده سالب يطير من القانون ففكك منه. يبقى هنا كأن التيار ازداد للضعف. اصلا لما كنا زمان نقول لك انعكس المجال كنا نقول لك ايه؟ احفظها ان المجال زاد للضعف، لان لو البي ناقص، لو المجال اتعكس هيبقى سالب بي، فيبقى بي سالب سالب بي بدي 2 بي. نفس الفكره في التيار، لما التيار يتعكس قيمته تزداد للضعف. طبعا 2 على نص ب4 دلتا اي على دلتا تي، يعني كانك ضربت القيمه في كام؟ في 4. خلاص يا معلم، يبقى اخر مره ال ملهاش دعوه بالقانون، ملهاش دعوه بالتغير في الزمن، انما ليها دعوه بالاي ام اف المستحثه، فال كده كده ثابته بالنسبه للتيار. بالنسبه للاي ام اف المستحثه بتكتب القانون تشوف هي ازدادت قد ايه، فالزمن قلل النص سهله، فاضل لك التيار. انعكس التيار يعني لو كان باي تاني مره يبقى بسالب اي، فتحسب التغير يا عم. لو عايز تحسب التغير كده اي ناقص اي، يبقى ناقص في ناقص بموجب يبقى 2 اي، يبقى لما ينعكس معنى كده ان التيار ازداد للضعف. 2 على نص ب4 يبقى كانك ضربت القيمه في 4. الاي ام اف والدلتا اي على الدلتا تي، فاذا كان احد هذه الملفات له قلب من الحديد، من المحتمل من بين هذه الملفات هو الملف ايه؟ طبعا قلب من الحديد يعلي لك الحث الذاتي. ليه؟ لانه بيعلي الميو. مش قانون ان ال بتساوي منال؟ بيقول لك اللي قلبه حديد يبقى قلبه جامد، فعامل حث ذاتي عالي. مين اللي عامل حث ذاتي عالي؟ هنا اصلا القانون لو لاحظت اي ام اف على دلتا اي على دلتا تي، حاجات بقى هتلاقيها بتتكرر، هي ال كانت زمان كنا بان هي الام على حسب هو حث ذاتي ولا متبادل، فهتبدا تلاقي طبعا ان ده هو الميل. يبقى اقصى ميل هو اقصى واحد عنده قلب من الحديد. برضو سؤال مباشر في الحث الذاتي للملف، هنا معامل الحث الذاتي طبعا هو الميل، لسه عاملينها من شويه، نص على 2 بواحد على 4 فتكون ربع. اديني بقى ملفان اكس واي متجاوران، عدد لفات اكس وتيار اكس، الملف واي تيار او عدد لفات واي
عند فتح الدائره في الملف اكس، بقى اكس ده هو الابتدائي برايمري قلناها قبل كده، ينتج في الملف دلتا فاي، اوبا جت دلتا فاي يبقى اكيد نفي. وفي الملف واي فيض مغناطيسي دلتا فاي بتاعت واي. معامل حس الذاتي في الملف اكس ومعامل حس الذاتي في الملف واي. معامل الحس الذاتي في الملف اكس نفي، قلت لك سيره النفي تيجي في الحس الذاتي او المتبادل، هو ده القانون. الان بقى، بص بقى دي الان قلت لك قبل كده ان دلتا فاي دول ثانوي على الدلتا اي. لا سوري هنا في الحس الذاتي هم طبعا دول ثانوي، بس ركز معايا بالله عليك، لو ام بتساوي هتكون برضو ان دلتا فاي على دلتا اي، دول نفس القانون، بس مين اللي فيهم فيه حس ذاتي؟ دي. مين حس متبادل؟ دي. الحس الذاتي ده بيكون في الملف مين اللي حصل فيه التغير اللي هو الابتدائي. الحس المتبادل ده بيكون في الملف الثانوي اللي هو الثانوي الاس. خلاص يبقى فهمت التعويضات، عشان انت عندك الارقام بس مش عارف تعوض. فين الحس؟ تعال نعوض على الحس المتبادل. الحس المتبادل هيكون في الملف الثانوي. ليه؟ مش في الملف الثانوي يا معلم، بيقول لك ايه؟ عند فتح مفتاح الدائره، يعني التيار في الملف الابتدائي هيقل. ايه ده؟ هو التيار في الملف الابتدائي هيقل، اللينز هيسيبه يقل ولا هيزوده؟ ده كل ده في الابتدائي، فده حس ذاتي. طب الملف اللي جنبه هيحصل فيه حس متبادل، يبقى في الملف المتبادل، في الحس المتبادل بيكون فيه ثانوي. طيب يبقى هنا في الملف الابتدائي هتعوض على طول بحاجات الابتدائي. الان بتاعت الابتدائي، مين الابتدائي؟ اكس، يبقى هنعوض في حاجات اكس. عدد لفات اكس 50، الدلتا فاي في اكس 10 اس سالب 4، الدلتا اي ب 2، لان قال لك انعدم او هنفتح المفتاح فاكيد التيار هينعدم، يبقى 25 في 10 اس سالب 4، تبقى 25 في 10 اس 3، 2.5. بالراحه يا عم، 2.5 في 10 اس 3 اهي، ما دي لو حاولت تلاقي 2.5 10 اس 3. طب تعال نجرب الثانيه كده. الام بقى بتساوي عدد لفات الثانوي في الدلتا فاي بتوع الثانوي، لان هنا في ثانوي. عدد لفات الثانوي اللي هو واي 500 في حاجات واي 10 اس سالب 5 على الدلتا اي برضو اللي هي ب 2. 500 في 10 اس سالب 5 على الاثنين 2.5 برضو في 10 اس سالب 3، الاثنين نفس الرقم، فتكون الاجابه الف. سؤال 31 بيقول لك ملف حس عدد لفاته 500 ومعامل حسه الذاتي 5، عند اغلاق دائرته وصل التيار لقيمته العظمى خلال 2 من 100. ودلتا فاي، دايما دلتا فاي دي بتيجي من انك بتساوي ان الاي ام اف، انت عندك قانونين للاي ام اف. الاي ام اف بتساوي يا اما ان دلتا فاي على دلتا دي، ظهرت الدلتا فاي، وبرضو بيساوي ال دلتا اي على دلتا دي. ومن هنا بنقدر نوصل القانونين ببعض، ودي الفكره اللي بتروح على الناس كتير، بس دي دايما موجوده. الان يا معلم ب 500 والدلتا فاي ب 8 من 100، قال لك في ثانيه واحده. ال ب 5، التغير في التيار ده اللي احنا عايزين نحسبه على الزمن 2 من 100. بس يبقى دايما السؤال ده انت بتحسه صعب، ياه ده صعب قوي، بس هو فكرته ان لما بيجيب لك سيره الفيض فانت بتساوي القانونين ببعض، وبيظهر عندك القانون اللي هو نفي، فبيظهر فبيكون تعويض مباشر، انما صعوبته في تفكير القانون. مديك حس ذاتي لكل ملف ال ومعامل حس الذاتي المتبادل اوبا دي ام، يبقى عندك ملفين ولك معامل حس الذاتي لكل منهما بال ومعامل حس المتبادل ام، فعند تغير التيار بالملف الاولاني عمل ق د ك مستحث. طب ما تيجي كده نشوف الاي ام اف بتساوي، طالما الملف الاولاني مع نفسه يبقى اكيد حس ذاتي ال دلتا اي على دلتا تي. طيب تعال نبص، مش معانا الدلتا اي على الدلتا تي، اكيد هيدينا معطيات نحسبها. ال مش معانا برضو ولا معانا؟ عايزين نحسبها. طب دي سيبها. يقول اي ام اف معانا ب 60، يبقى احنا بندور على الدلتا اي على الدلتا تي، اكيد مدينا معطيات بقى ثانيه. وتولدت في الملف الاخر ق د ك كذا. طيب عندي ملف، ده الملف اللي على اليمين الابتدائي حصل فيه تغير مع نفسه. طب الملف اللي على الشمال ده الثانوي، يبقى اكيد ايه السبب ان عندي ملف ابتدائي وملف ثانوي؟ الحس المتبادل، عشان كده هو مديك المعطيات بتاعه الحس المتبادل. يبقى الاي ام اف الناحيه دي بتساوي ام دلتا اي على دلتا تي.
تلاقي الام ب6/10 والدلتا اي على الدلتا تي مش معاك، والاي ام اف الناحيه دي ب 40 فولت ظهرت اهي. هتحسب الدلتا اي على الدلتا تي وتوديها الناحيه الثانيه، فتطلع معاك الدلتا اي على الدلتا تي يا صديقي 40/6. يبقى 60 بتساوي ال في 40/6. هتبعت ال6/10 الناحيه دي، 60 في 6/10 على 40، 9/10. ماشي. ملف حاس قلبه ال عند زيادة طوله. الأسئلة دي بتكون سهلة. ميو ان تربيع في الايه على ال. شوف بقى الحاجات وشيلها. دون تغير مساحة وجهه أو عدد لفاته، والميو كده كده ما اتغيرتش لما بتقطع القلب بتاعه ما اتغيرش. بيقول لك الطول زاد 3 أمثال، يبقى طبعا كمحصلة كاملة تقل للتلت. بيقول لك في الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل زياده المعدل الزمني لنمو التيار. اوبا، ده عايز يزود المعدل الزمني. يعني ايه؟ يعني عايز يزود الدلتا اي على الدلتا تي. طب تعالى بقى نفهم. الفهم يحسن الشغل ازاي؟ هو ايه كان يا مستر اللي بيحصل لما ببقى عندي ملف وبقفل المفتاح؟ هل التيار بينشأ على طول ولا بيحصل تأخر بسبب الحس؟ بيحصل تأخر بسبب الحس. لو انت فاهم الشرح بتاعنا في المحاضرة، لو انت الدرس ده عامل معاك مشكلة وحابب تتفرج على الشرح بتاعه، تقدر تشترك في محاضرة او في الكورس كامل بتاع الشهر كامل. انما ما ينفعش تلصم وتقعد تقول اصلا انا مش فاهم، طب هحل بالقوانين وخلاص، اصلا مش فاهم الشرح. لازم تفهم الشرح، وده اللي احنا بنعمله في الكورس، وده اللي لازم انت تعمله، انك تفهم الشرح، تعرف تذاكر الشرح. بشوف ناس بتلخص قوانين وما بتفهمش الشرح ومش بتفهم اساسا، بيلخص قوانين بس. يا بابا مش قوانين، قسما بالله ما قوانين. طيب ايه اللي يحصل لو انا عملت كده؟ لو جبت حس ذاتي اكبر يتاخر نمو التيار. طب هو بيقول لك لا، ده انا عايز اسرع او ازود من معدل نمو التيار. يعني ايه؟ كل ما تزود معدل التيار يعني كده مفيش حس، الحس بيبقى قليل، فيقدر يقول لك ال تقل، ال اقل. منين؟ ما انت كل ما تزود المعدل الزمني او قصدي عايز تزود النمو، عايزه ينمو بسرعه، يبقى عايز حس قليل، يبقى ال قليل. عايزين حاجه تقلل الحس. يعني مثلا يقول لك قلل المساحه بتاعته، ازود الطول، حاجات بقى دي، اقلل اللفات. فبيقول لك ازاله ملف الحس من الدائره. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه العبط ده؟ هو هيشيل الحس خالص كده؟ ماشي، دي صح يعني. دي شملت الدنيا خالص. ده احنا عايزين نقلل الحس شويه. ده انا كنت داخل بقى كنت متوقع حاجه يعني. ده احنا كده داخلين ندشمل احنا كده هنشيل ملف خالص، سلام عليكم، في حس اصلا؟ طب ازاله المقاومه؟ لا. ادخال قلب من الحديد. تعال نشوف. انا بقى ده اللي انا كنت متوقع نعمله. ميو ان تربيع في الايه على ال. ما انا لما ازود ادخل قلب يبقى دي تزيد، يبقى الحس الذاتي برضو يزيد. انا كنت متوقع شغل كده، فاهم؟ فدي طبعا برضو لا، وتبدل المقاومه برضو لا، فتكون دي. طيب ملف الاولى يتكون من 500 لفه، حسه الذاتي عدد لفاته قل الى 400 مع بقاء طوله ثابت، فان معامل الحس. ادخل يا باشا على النسب على طول، طالما بتقارن بين حاجتين محتاجين نسب. الميو ما حدش جه جنبها، قال لك مع بقاء طوله ثابت. قللنا عدد اللفات فمفيش حاجه جت جنب المساحه، فنقدر نقول ان ال طردي مع ال تربيع. يبقى ال 1 على ال 2، ان 2 تربيع، ان 1 تربيع على ان 2 تربيع. ال 1 500، ال 2 لا يا عم انت بتعوض بايه؟ 100 ملي هنري. كده التحويلات مش فارقه، لان هتطلع معانا بنفس التحويله يعني، لان هي نسب كده كده. طيب ال 2 مش معانا. ال 1 تربيع 500 تربيع على 400 تربيع، تقريبا تطلع تربيع في 100 على 500 تربيع. لو انت ما بتعرفش تحسبها هتخبي دي بصبعك وتكتب دول في ده على التالت، 100 في 400 تربيع على 500 تربيع. الله اكبر الله اكبر. الشكل المقابل يمثل ملف حس اكس واي ملفوفين على قالب من الحديد. من بيانات الشكل تكون النسبه بين معاملي الحس الذاتي والمتبادل. نسبه، اكتب القانون ميو ان تربيع ايه على ال. شوف بقى في الرسمه، الميو قال لك ملفوفين على قالب من الحديد، الميو ثابت، الطول مختلف، المساحه ثابته. لو لاحظت الاثنين ليهم نفس القطر صح؟ فلما تحسب هنا باي ار تربيع وتحسب هنا باي ار تربيع ما يدي نفس القانون، ما هم نفس القطر، فده مع السلامه، الاثنين ليهم نفس المساحه. فاضل لك ان تربيع على الطول. طيب
فين الانات يا معلم؟ بيقول لك 50 لفه للسنتيمتر الواحد. ماشي، تعال نشوف. هو انا 50 لفه لسنتيمتر، انا عندي هنا كام سنتيمتر؟ 20 سنتيمتر. يعني كاني بقول لك كيس الشيبسي ب 50 جنيه، انت اشتريت كام كيس؟ 20، يبقى 20 في 50 جنيه يدي 1000 كيس. هنا 20 لفه، بيقول لك دول 25 سنتيمتر، بيقول لك اللفه الواحده فيها السنتيمتر الواحد فيها 25 لفه. طب انت اشتريت 25 سنتيمتر، يبقى تضرب في بعضه يدي 500. طب عايزين نعمل نسب. اللي اكس على اللي واي يساوي اللفات طردي ان اكس تربيع ان واي تربيع في الطول عكسي ال واي ال اكس. عوض يا معلم، اللفات في الاكس تربيع 500 تربيع على 1000 تربيع في ال واي 20 على 5 و20. هجيلك دلوقتي. عارف عندك سؤال، عارف، اصبر شويه بالراحه. عارف السؤال والله صدقني. في 20 على 5 و20 تطلع بواحد على 5. يا مستر هو التيار ده مختلف هنا وما استخدمناهوش، ازاي الاجابه تطلع من غير ما نستخدم معطى؟ يا معلم بيلعب عليك. هو انا لما كنا بنقول التيار الحس الذاتي ايه علاقته بالتيار؟ ملوش علاقه. الحس الذاتي والحس معامل الحس الذاتي ومعامل الحس المتبادل مبني على فكره الملف نفسه. المعامل مبني على الملف نفسه. ايه علاقته بالتيار؟ ماليش دعوه. انما مبني على الملف نفسه، بتغير في حجم الملف او شكله او طوله يعني او مساحه اللفات، ساعتها تغير الحس الذاتي، وكذلك الحس المتبادل. انما التيار داخل فيه مالناش دعوه. طيب هنا بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل نمو التيار الكهربي لحظه غلق الدائره لكل ملف، فان الترتيب الصحيح لهذه الملفات على حسب طولها. طيب ايه ده في ملف متاخر عن ملف اسرع من ملف، ما اخر واحد وصل للقيمه العظمى هو السي. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان يحصل تاخير للوصول للقيمه العظمى. ليه بيحصل تاخير؟ بسبب الحس الذاتي. الله ينور عليك. طب اخر واحد يوصل اللي هو سي اكيد عنده الحس الذاتي قيمته ايه؟ كبير، عشان كده اتاخر. يبقى اللي سي اللي بي اللي ايه على حسب هو وصل قد ايه. الحس الذاتي ده فكرته هو ده بيأخرك، حاجه بتقاوم. يبقى اخر واحد يوصل اكيد كان بيتقاوم جامد قوي. مين اللي بيقاوم؟ الحس الذاتي. يبقى اكيد اخر واحد يوصل او اطول وقت برضو جاي من ان حصل حس ذاتي كبير هنا اكبر حاجه. طيب تبقى ال سي اكبر من ال بي اكبر من ال ايه. غلطان يا مستر. ليه يا ابني غلطان؟ يا ابني ما تركز، بسرح بيك. هو انا اصلا ده ايه؟ ده ال ده معامل الحس الذاتي. طب انا بحسب معامل الحس الذاتي ولا عايز الطول؟ يا مستر ما هو نفس ال والله نفس يا ابني مش نفس ال دي ال حس ذاتي ودي ال طول. تعال بقى نشوف المصيبه فين. المصيبه يا عم ربنا ما يجيبش مصايب ميو ان يا عم انا غلطك وتغلط دلوقتي احسن ما تغلط في الامتحان. الحس الذاتي علاقته بالطول علاقه عكسيه، يبقى هتعكس كل حاجه. اللي بي اللي يبقى الطول والحس الذاتي علاقه عكسيه. يبقى ساعتها ال ايه اكبر حاجه، بعد كده ال بي، بعد كده ال سي. بالله عليك لا تركز، بالله عليك لا تركز. مديك هنا ويقول لك النسبه بين طول الواحد وال 2. يا عم هات النسب ال على ايه؟ هات القانون اللي بتساوي ميو ان تربيع ايه على ال. احنا في الفصل الثالث يا معلم في اخره، فلازم بقى تتعلم تحل وتنجز حالك، مش تقعد تتفرج عليا. الكلام ده كله حليناه وانا بحل. انا بقالي من اول السنه خلي بالك بحل فانا بقيت بحل بسرعه، وانت كمان بتحل من اول السنه، فالمفروض انت كمان بتحل بسرعه. انا مش هفضل ماشي بالراحه، فالناس اللي بتحل من طول السنه تزهق مني. لازم نبدا نسرع عشان مستواك يزيد. مش هنفضل ماشيين دي هنا هتروح هنا في ضرب يروح في الاسم. لازم نسرع شويه. انا مش هبقى طياره يعني، مش هبقى بحل بدماغي بس، هبقى احل بدماغك بس محتاج تبقى انت اسرع. مش هنقعد ماشيين تاتا تاتا، احنا خلاص بقينا في نص السنه. ال على الايه؟ محتاجين نجيب الطول على المساحه، فالطول هنا نقدر نوديه هنا. طبعا نقدر يروح الناحيه الثانيه كطرفين وسطين. مين ده؟ ده السلوب يساوي ميو في الان تربيع. طبعا على ال عايزين نعمل نسب. طبعا النسب دي قال لك ان الملفين لهما نفس القلب من الحديد او ايا كان، فالميو ثابت. طب عايزين نعمل نسب.
ال دي كنت بعلمك دايما وانت بتعمل نسب، الحاجه اللي هو عايزها في النسب هاتها في طرف لوحدك، يبقى ال بتساوي، هنعمل دي مع دي ايه؟ سلم واستلم. انت راجل متابع جيد للقناه، ولو مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب عشان دي بتفرحنا، وتكتب لنا كومنت حلو. والله كومنتات كده بصحى من النوم اقعد اشوف الناس كتبت كومنتات والله العظيم بفرح. دي مع الان تربيع وعكسي مع الاسلوب، يبقى ال 1 على ال 2 كطول يساوي ان تربيع 1 على ان تربيع 2 في اسلوب بالعكس بقى 2 على اسلوب 1 ونعوض. ال ان 1 تربيع هنربع بقى النسب دي تبقى 4 على 9. اسلوب رقم 2 يعني تان 30. اسلوب رقم 1 تان 60. احسب بقى يا معلم 4 على 9. السؤال ده غالبا كنت حليته قبل كده، فهيطلع اللي هي اجابه ب لو انا فاكر يعني. السلام. حلوه حلوه حلو. ملف لولبي منتظم طوله ال ومساحه لفاته ايه وعدد لفاته ان ومعامل حاسه ذاتي ال. فاذا فرضنا نظريه زياده قطر الى الضعف مع ثبوت الان والال الطول، فان مقدار معامل حاسه ذاتي اللي بيتناسب ميو ان تربيع ايه على ال. الميو ثابت مع ثبوت المساحه، اللفات قصدي، مع ثبوت الطول، يبقى الموضوع مع المساحه. طب فك المساحه، الباي ار تربيع، وبرضو الباي ثابت، يبقى التو الحس الذاتي بيتناسب طردي مع نص القطر تربيع. طيب ايه علاقه نص القطر بالقطر؟ قلت لك قبل كده كتير. الحس القطر، الحمد لله رب العالمين، رحمكم الله يرحمنا ويغفر لكم. الار والدي نفس نسب الاقطار تساوي نسب انصاف الاقطار. المعلومه دي لازم تكون عارفها. طب لو انت مش عارفها وانت اول مره تسمعنا تعال اشرحها لك. ما انت لو عندك دي 1 على دي 2 فكها كده، انت عارف ان القطر بيساوي 2 نص القطر، يعني 2 ار 1 على 2 ار 2. برضو الاثنين تطير مع الاثنين ويفضل نفس النسب، يبقى الحس الذاتي بيتناسب مع الدي تربيع. شوف بقى هو عمل ايه؟ قال لك زياده قطر لفاته، زودنا القطر يعني الى الضعف، يبقى ال بيتناسب مع 2 تربيع. 2 تربيع ب4، يعني ال 2 تساوي 4 ال 1. خلاص يصبح 2 ال لا يتأثر، لا يصدر بمقدار 3 ال 3 احنا في الاربعه، يصبح ال على 4 اهي 4 مستر اهي 4 اهي. غلط يا معلم، غلط غلط غلط. ابوس رجلك لا تركز. يعني ايه يزداد بمقدار 3 ال؟ انت كنت بكام؟ كنت بال، بقيت كام؟ بقيت 4 ال، يبقى زدت قد ايه؟ 3 ال. بالله عليك لا تركز، الحاجات دي اللي بتوقعك. مش عشان 4 طلعت يبقى 4، انت دلوقتي متأكد بنسبة 100% انك ما غلطتش. مظبوط؟ ليه بقى قلقان؟ ليه خايف اجابتك ما تطلعش في الاختيارات؟ ما الاجابه لو ما طلعتش في الاختيارات يبقى الاختيارات غلط. لازم تبقى واثق في نفسك وفي حلك، انك ما تحلش غلط، انك بتبدا تتعلم. طب انا لو بغلط كتير يا مستر اعمل ايه؟ ما عليك غير انك تحل كتير وتغلط كتير، تحل كتير وتغلط كتير. طب هفضل اغلط؟ لا، بتعمل حاجه اسمها انك بتتعلم من غلطاتك. في هندسه لما بيبقى عندك موديل اي اي بتبدا تدربه، لما بيغلط يعني مثلا لما بيغلط انت بتروح تعمل ايه؟ بترجع تدربه تاني فيقعد يتعلم من الغلط. ده يا معلم ده الاي اي بدا يتعلم من غلطاته، وانت البني ادم اللي هو خطاء مش راضي تتعلم من غلطاتك. اعرف ايه الغلطه بتاعتي؟ الغلطه بتاعتي ما ركزتش في الاختيارات، غلطه رياضيه، غلطه ما افتكرتش القانون، ما جاتش الفكره، محتاج احل افكار اكتر. لازم تحدد غلطاتك. اتفقنا؟ يبقى طبعا هي تزداد بمقدار 3 ما الاجابه لازم تطلع. هتروح فين يعني؟ ما هو كده الكتاب غلط، ما فيش حل تاني. ملف حس لفاته ال وكده تم قص ربع لفاته. تعالى بقى نرجع حوار القص ده. ادي اهو يا عم، قصينا ربع اللفات وتوصيل الجزء الباقي. لما تقص ربع اللفات، الكلام ده اشتغلناه في الفصل الثاني، ربع الطول وربع اللفات. ما انت قصيت ربع طوله وربع اللفات، يبقى لك 3 على 4 من الطول و3 على 4 من عدد اللفات. يبقى الحس الذاتي بيساوي الميو كده كده فكك منها ان تربيع في ايه على ايه. طب انا لما اقص الجزء ده وارميه في الزباله، هل الجزء ده مساحه لفاته اتغيرت؟ لا، فالمساحه ثابته. فاضل لك يا معلم بس تعوض الان تربيع. احنا وصلنا 3 على 4 بس تربيع، والال وصلنا منها 3 على 4. 3 على 4 تربيع على 3 على 4، التربيع يطير ال3 من 4، يبقى لك 3 على 4 بس. ما هو دي كانها 3 على 4 في 3 على 4، فده يطير مع ده. يبقى القيمة 3 على 4 في القيمة
الاصليه. ملف حث مهمل المقاومه في دائره كهربائيه عند تغيير شده التيار المار بالملف بمقدار 4 امبير خلال فتره زمنيه تزداد قيمه الام اف المستحثه خلال 8 فولت، فاذا تم تعديل الملف بحيث قل طوله للنصف وزاد ايه ده، يعني الحث الذاتي تغير. خلي بالك بقى، يعني في ال1 في الحالات الاولى وفي هنا ال2. طيب بيقول لك تغير، وصلناه التغير كان بمقدار 4 امبير ودي الدلتا تي، فان الاي ام اف. تعالى كده نشوف ايه الحاجات اللي ناقصه. الاي ام اف بتساوي ال2 ده مش معانا، ده اتغير، ما قال لك غيرنا الحاجات. الدلتا اي ب 4 على 2 من 100. فاضل لنا نحسب الحث الذاتي رقم 2 عشان نعرف نحسب الاي ام اف. تعالى نرجع للحاله الاولى قبل العلامه اللي انا عاملها دي. الاي ام اف قانونها طبعا ال1 في دلتا اي على دلتا تي. وانت لا مستر كاتب ال1 وال2 ما هم اتغيروا يا ابني. طيب ال1 المايك شغال تمام. ال في الحاله الاولى مش معانا. الاي ام اف ب 8. الدلتا اي على الدلتا تي 4 على 5 من 100. تطلع ال بكام؟ اضرب بقى في 5 من 100 عشان في القسمه واقسم على 4 يدي 1 من 10 هنري. طيب يا معلم، دي كده الحث الذاتي بيساوي 1 من 10. تمام. هل دي هي دي؟ لا، قال لك تغير، يبقى لازم تشتغل في التغير. قال لك ايه بقى؟ شوف كده ايه النسب اللي حصلت. ميو ان تربيع في ايه على ال. ما غيرناش كده كده الميو. تعالى بقى بيقول لك ايه؟ اذا تم تعديل الملف بحيث قل طوله للنص في نص وزادت مساحه مقطعه للضعف مع ثبوت عدد لفاته لان ثابت شيلها، نقدر نعمل ايه؟ 2 على نص ب4. يبقى الحث الذاتي بيتناسب مع 4، يعني كاني ضربت القيمه في 4 ال1. يبقى ال2 بتساوي 4 ال1. يبقى القيمه الاصل دي هتضربها في كام؟ في 1 في 4. يبقى 1 من 10 في 4 ب4 من 10. يبقى 4 من 10 في 4 على 2 من 100. 4 من 10 في 4 على 2 من 100 تبقى 80 فولت. ملف لولبي مهمل المقاومه حثه ال مدمج بدائره كهربائيه يكون معدل التغير في الدلتا اي على الدلتا تي تكون الام في مستحث 10 فولت، فاذا تم قص عدد لفات الملف واتصل الجزء المتبقي بالدائره مره اخرى بدائره اخرى بحيث كان التغير الدلتا اي على الدلتا تي فان الام في المستحثه. طيب ما هو نفس التغير. طيب يبقى برضه نفس الكلام. هنشتغل في الحاله الاولى 10 فولت بيساوي ال دلتا اي على الدلتا تي. ادي ال في دلتا اي على دلتا تي. سيب دي معادله مش معانا. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ دي ال1 بيقول لك قص ربع عدد اللفات واتصل الجزء المتبقي بالدائره، يعني ال بتتناسب مع ميو ان تربيع في ايه على ايه. لما بتقص الميو ما بتتغيرش ولا المساحه بتتغير. فلك قصينا ربع عدد اللفات. تعالى بقى نعملها تاني. قصينا الربع ووصلنا الجزء المتبقي اللي هو قد ايه؟ 3/4. طب لو انت مش بتعرف تعمل، اعمل 1 ناقص ربع، 1 ناقص 8، 1 ناقص 7 على 10، ايا كان على حسب هو قايل لك قصيت منه قد ايه. يبقى 3 على 4. يبقى نفس الكلام اللي عملناه من شويه. دي 3 على 4 تربيع، نفس السؤال اللي فات، على 3 على 4. يبقى كأن الطول 2. دي التربيع هيطير مع واحده من اللي تحت. يبقى كأن الطول 2 بيساوي 3 على 4 من الطول 1. وبعدين عايزين نفكر بقى. اتصل بدائره كهربائيه اخرى بحيث كان التغير، كان المعدل الزمني للتغير في التيار يساوي دلتا اي على دلتا تي. طب تعالى نجرب كده. الاي ام اف بتساوي ال 2 في دلتا اي على دلتا تي. تصدق لقطت اهي؟ لا مستر لقطت. ما انا من هنا من المعادله دي، بص كده المعادله دي والمعادله دي ممكن نقسمهم على بعض. ممكن نقول هنا 10 يساوي ال1 في دلتا اي على دلتا تي. ممكن نقسم المعادلتين على بعض. يبقى كده خلصنا. يبقى الاي ام اف على 10 يساوي ال2 على ال1 في دلتا اي على دلتا تي مع دلتا اي على دلتا تي طيروا بعض. يبقى انا عشان كده عملت اسمه على بعض. طب ال2 كنا حاسبينها بكام؟ ب3 على 4 ال1. دي التيار دي كمان. يبقى الاي ام اف على 10 بيساوي 3 على 4. طرفين في وسطين او الاي ام اف بتساوي 3 في 10 على 4 تبقى 7.5 فولت. سؤال عالمي. يا ريت تترجم تاني الخطوه دي. بتعمل اسم عشان تطير لو عندك مجهول. سؤال حلو.
الشكل المقابل يمثل دائرة بها ملف حس معامل حسه الذاتي كبير جدا وسلة مصابيح كبيرة مصابيح كهربية صغيرة متماثلة. فين إضاءة المصابيح لحظة غلق المفتاح كلا على حدة. لحظة غلق المفتاح الراجل ده أكيد هينور، فالزد يضيء يضيء يضيء، سهلة زد. هو بيتكلم على لحظة الغلق. طيب ما هو لما لحظة الغلق برضو اكس اكيد يضيء يضيء يضيء، لا يضيء دي غلط ولا يضيء دي غلط، يبقى معانا كده في الاجابات 2. طيب خلي بالك بقى عشان في جملة فرقت. هو المنطقي انه يضيء بس هيتأخر شوية، بس هيضيء، الا انه قال لك معلومة كبيرة قوي في بحث معامل حسه الذاتي كبير جدا جدا جدا. انت بتجاملها مستر جدا، هي جدا واحده انت بتجامل. ما هو لحظه الغلق بقى، بص هي مش واضحه قوي بس كانه بيقول لك ان المعامل الحس الذاتي كبير جدا، ان التيار هيتاخر على ما يكسب ده، فالواي ينور، فهي لا يضيء لان أهملت المقاومة الأومية لملف الحس. يعني هو كأن مفيش غير حس ذاتي، فالتيار على ما ينشأ هياخد وقت، ففي اللحظة اللي احنا فيها دي لن ينشأ تيار. لا، في اللحظة اللي احنا فيها دي التيار هيكون متأخر، فما وصل يعني لسه ما قدرش يكسب الحس الذاتي في الفرع دي، فهو لا يضيء. إلى إن بصراحة كان لازم يقول في اللحظة، يعني هو قال في اللحظة بس تحسها غريبة كده، يعني اللي هو إيه، كان محتاج يوضح أكتر، يعني إن في اللحظة دي كبير جدا لدرجة إن هو مش هيقدر، يعني كان ممكن ساعتها يوضح الإجابة، بس يعني إيه، أنت فهمت اللي أنا بحاول أوصله لك. في الدائرة الكهربائية بالشكل تم ضبط الريوستات بحيث يضيء. أصل هو إيه، هو مش هيضيء بس بعد شوية هيكسب فهيبدأ يضيء، أنت فاهم؟ يعني هو في لحظة معينة هيتأخر شوية فمش هيضيء وبعد كده يضيء عادي، فكان ممكن يقول لا يضيء، يعني كان ممكن يوضحها بشكل أحسن. يعني بحيث يضيء المصباح إذا في الدائرة تم ضبط الريوستات بحيث يضيء المصباح إذا فتح المفتاح. تمام. ماذا يحدث لإضاءة بحيث يضيء المصباح إذا فتح المفتاح فجأة. ماذا يحدث لإضاءة المصباح لحظة فتح المفتاح؟ طيب بيقول لك إيه، تم ضبط الريوستات بحيث يضيء المصباح لحظة فتح المفتاح. يعني في لحظة فتح المفتاح بينشأ EMF طردية قيمتها عالية جدا، وبالتالي المصباح بينشأ. الكلام ده شرحناه برضو في الشرح بتاع المحاضرة بتاعت الحس الذاتي والمتبادل. طب وبعدين يا مستر، ما هو التيار ده لما ينشأ بقيمة عالية هينور اللمبة، هل هتفضل منورة ولا لحظيا؟ لحظيا. يبقى اللمبة هتنور وبعد كده ترجع زي ما كانت اللي هي ايه، مطفية. ماشي، يبقى هو ما بيقدرش يكسبها غير فين؟ بتقول لك هو ما بينورش غير لما بنفتح المفتاح بس. طيب يبقى في لحظة الفتح هتنور بس بعد شوية التيار هينهار ويوصل للصفر، ما بقاش في كهرباء في الدايرة فتفصل او تنعدم، يبقى تزداد ثم تنعدم. ملف عديم المقاومة الأمية فإنه لحظة غلق المفتاح كي يحصل إيه؟ طبعا لحظة الغلق ده بيعمل EMF، التيار بيبدأ ينشأ فالتيار يبدأ يزيد فيتولد EMF عكسية، فتقدر تقول إن التيار بيساوي، شوف بقى عايز إيه أصلا، عايز معدل نمو التيار. طيب وقراءة الفولتميتر طيب بالنسبة لي كتيار بشكل عام هيساوي بالراحة بقى، بالراحة عشان ما تغلطش. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك تحتوي على ايه؟ في ان لحظة غلق المفتاح. طيب في لحظة غلق المفتاح هيتولد EMF عكسية. تمام. تكون قيمة التيار بكام؟ او قراءة الفولتميتر تكون بكام؟ عايزك تفكر. هل في لحظة الغلق نشأ تيار في الدايرة؟ لا. في لحظة الغلق التيار في الدايرة، قصدي في اللحظة دي في الدايرة لحظة الغلق التيار في اللحظة دي بإيه؟ بصفر. طيب في اللحظة دي برضو الدلتا اي على الدلتا تي دي قيمة عظمى اللي هي ماكسيمم. طيب تعالى بقى نحاول نفهمها. الاي في الار تساوي في بي ناقص EMF. طيب الاي في الار ده في اللحظة دي قيمة التيار بكام؟
قيمة التيار بصفر، يبقى ده بصفر. يبقى في بي ناقص اي ام اف. تعال نرجع تاني ودي الاي ام اف الناحية التانية، يبقى الاي ام اف بتساوي في بي. يبقى نقدر نقول ان الاي ام اف بكام؟ الاي ام اف مش عارفين اللي هي قانونها ال دلتا اي على دلتا تي، والفي بي قيمتها ب 10. من هنا نقدر نحسب مين يا معلم؟ نقدر نحسب فين الحس الذاتي ب 4/10. يبقى الدلتا اي على الدلتا تي يساوي 10 على 4/10. صح كده ولا ايه؟ 10 يطلع قيمة معدل نمو التيار. في غلطة؟ ايه يا عم 10 ايه يا عم؟ 8 دي 8 اصلا مش 10. انت بتجامل يا مستر؟ دي 8 فدي تبقى 8 عادي جدا. معرفش جت في دماغي، اصل كان في سؤال اللي فات كانت الفي بي ب 10، معرفش بقى راح فين، بس كانت في واحد قبله الفي بي ب 10. ايه الجنان ده يا مستر؟ انا عمال اقول الغلطة فين. 8 على 4/10 طبعا تطلع ب 20 في دول غلط. طيب ما احنا قلنا في لحظة الغلق هل هيكون في تيار يعدي ولا مش هيكون في تيار؟ التيار في لحظة الغلق بيكون بصفر. دي طبعا اتشرحت في الشرح واستفاضة على الرسمة كتيرة جدا، فلازم بقى احنا هنا بنحل، وبرضو انا لازم اسرع في الحل، ما ينفعش اقعد يعني دي مش محاضرة انما دي حل، انما حل بالتفصيل تشوف الخطوات وهكذا، انما كشرح عايز تتفرج على الشرح موجود وتقدر تشترك فيه. تعال اعيد لك بسرعة بشكل سريع جدا الخلاصة. في لحظة الغلق اكتب كده عندك لحظة الغلق. لحظة الغلق يا معلم التيار بيكون بصفر والاي ام اف بتكون بتساوي في بي. دي الخلاصة. ده الاثبات اللي انا حاولت اثبته لك اللي موجود في الشرح، فطبعا ده ليه اثبات وليه شرح على الرسمة وهكذا. خلاص، فطبعا لحظة الغلق التيار بصفر هتلاقي دايما الفي بي بيساوي الاي ام اف زي ما عملنا. غلطتي بس ان دي كانت ب 10 ب 8 بدل 10. طيب هتلاقي هنا نفس المبدأ. الشكل المقاوم يمثل دائرة كهربائية تحتوي على ملف حس مقاومته الأومية R. المرة دي عندك R ب4. من البيانات تكون لحظة الغلق قراءتي الأميتر والفولتميتر. لحظة الغلق ما تغلطش نفس الغلطة بقى. في لحظة الغلق التيار بكام؟ التيار بصفر. يبقى الأميتر هيقرا صفر. الفولتميتر ده بيقرأ I في R. في تيار؟ لا، يبقى برضو صفر. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية مغلقة بها حس عديم المقاومة الأومية عند تغيير قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات 5 إلى 10 في فترة زمنية، فإن متوسط الإي ام اف المستحثة. طيب تكون إيه؟ عايز يعرف الإي ام اف. طيب هل قال لحظة الغلق؟ مفيش غلق بقى. المقاومة كانت ب5 أوم بقت ب10 أوم. يعني ممكن نحسب قيمة التيار في الحالة الأولى 30 على 5، يبقى أول مرة كان ماشي 6 أمبير. طبعا المقاومة زادت للضعف يبقى أكيد التيار هيبقى 3 أمبير. يبقى التغير من 6 أمبير ناقص 3 أمبير يدي 3 أمبير. ماشي. خلي بالك بقى عشان هو عايز بالسالب، فكك بقى من السالب والموجب بنعملها في الآخر بالفهم من غير قوانين. يبقى الدلتا اي ب3. نقدر بقى نحسب. يبقى الاي ام اف بتساوي في الملف خلال تلك الفترة. ماشي، نعملها ازاي؟ الاي ام اف المستحثة خلال تلك الفترة. انا مخي بدأ يفصل. تعال نفكر. ممكن نحسب الاي ام اف الاول بشكل عام. المستحثة هي ال في دلتا اي على دلتا تي. ال بكام يا معلم؟ ال ب2/10، الدلتا اي ب3، والزمن ب1/10 يدي 6 فولت. خلي بالك بقى انا كل اللي انا بعمله ده ما بشتغلش بالسالب، هوريك دلوقتي السالب امره سهل. يبقى الاي ام اف بيساوي 6 فولت، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى انا يا 6 يا -6. طيب هو انت عملت ايه يا معلم؟ والله يا مستر ده انا زودت المقاومه فقللت التيار. ايه ده؟ هو التيار قل؟ لينز يقول لك زوده اعمل زيه. طب ما يعمل لك اي ام اف طرديه مستحثه. طرديه، الطرديه دي بتكون بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. يبقى انت تقدر تطلعها من غير ما تقعد وانت بتحل مركز قوي فين السالب وفين الموجب، في سالب القانون. دي اسهل طريقه. بعد ما تخلص حساباتك خلص شوف هي الطرديه ولا العكسيه بالفهم.
في الدائره الكهربائيه موضحه بالشكل المقابل، اذا كان الملف الحثي المهمل المقاومه الأومية 5/10 نص اللي هي 5/10 يعني عند زيادة الجهد الكهربي كذا خلال كذا، فإن مقدار متوسط الإم اف العكسية المتولدة في الملف كذا. طيب ممكن نحسب برضو التغير في التيار بنفس المبدأ. التغير في التيار أول مرة كان ب20 فولت والمقاومة عندك ب10 يعني كان ب2 أمبير. تاني مرة 50 فولت والمقاومة عندك ب10 يبقى بقى 5 أمبير. ده كده التغير في التيار. طبعا 5 ناقص 3 5 2 يساوي 3 أمبير. ده كده إيه الدلتا أي. عايز بقى الإم اف المستحثة العكسية. إم اف بتساوي ال بنص والدلتا اي حسبناها ب3 و2/10. نفس السؤال اللي فات بس بدل ما كان التغير في المقاومة بقى التغير في الاي ام اف. اخر حاجة اخر سؤال بين المقالي من هنا. شدة التيار الاي في لحظة غلق المفتاح الموضحة بالشكل في انه يكون معدل عند اللحظة. طبعا شايف لحظة الغلق التيار بكام؟ ب0. ماشي. عايز ايه بقى انت يا معلم؟ في انه يكون عند معدل نمو التيار بالملف عند اللحظة 2 ملي ثانية. 2 ملي ثانية. طبعا هو بيسألك ان دي قيمة التيار. ايه علاقة التيار؟ طيب تعالى في شوية حلول جميلة قوي كده. اول حاجة في اللحظة دي التيار بكام؟ ب6 امبير والزمن بكام؟ ب2 ملي ثانية. ممكن نحسب حاجة جميلة قوي. اول حاجة ما عندناش الفي بي، واخد بالك؟ طب الفي بي هجيبها منين؟ والله اللي انا اعرفه واتولدت عليه من اول الفصل ان في بي اي توتال في ار توتال. ده اللي انا اتولدت عليه. بس خلي بالك ده الاي في اللحظه اللي هي القيمه العظمى. طب لو جيت بصيت كده هتلاقي التيار وصل للقيمه العظمى فين؟ هنا اهو عند ال3 ملي ثانيه اللي هي عند كام امبير؟ 7 امبير. والمقاومه عندك بكام؟ ب4 اوم. يبقى اكيد الفي بي ب 28 فولت. ده الفي بي. ماشي. فإنه يكون معدل نمو التيار عند اللحظة 2 ملي ثانية. هل الفي بي هتساعدنا؟ اللي أنا أعرفه إن التيار برضو بيساوي هنا في ار وهنا في بي ناقص اي ام اف. ماشي. عايزين في اللحظة اللي احنا عندها دي معناش الاي ام اف برضو محتاجين نحسبه. التيار بكام؟ احنا كده حسبنا الفي بي. دخلنا في القانون اللي بعده. التيار في اللحظة اللي عند الاتنين دي ب6. المقاومة ب4. الفي بي حسبناها ب 28 ناقص اي ام اف مش معانا. خلاص طلعت اهي. تعالى كده نحسب الاي ام اف من هنا. الاي ام اف بتساوي 6 في 4 يبقى 28. بالراحه مستر حاضر. ادي 24 يساوي 28 ناقص اي ام اف. هات الاي ام اف الناحيه دي ولا 24 يبقى الاي ام اف بتساوي 28 ناقص 24. هشرحه لك تاني. يبقى 4 فولت. يبقى في اللحظه دي الاي ام اف بكام؟ ب 4 فولت. يبقى في اللحظه دي اقدر اقول انها ال دلتا اي على دلتا تي. يا ابويا على السؤال. سؤال 10 من 10. اول مره اشوف السؤال ده على فكره. يبقى 4 بتساوي ال بكام؟ ب1 من 10 في دلتا اي على دلتا تي. بتجيبوا الاسئله من دي ومن هنا. والله سقف الكتاب التفوق. بتجيبوا الاسئله دي منين؟ اسئله جامده قوي بصراحه. 40 طبعا. طيب هنشرح السؤال تاني قبل ما نقول الخاتمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا معلم بالبلدي كده انت محتاج الفي بي. طيب واخد بالك ان التيار وصل لقيمته العظمى بيحصل له تاخر. يبقى معنى كده ان عندي حس ذاتي. طب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه نبدا ناخد بالنا منها ان ممكن احسب الفي بي. الفي بي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب من الاي الكلي في الار الكلي. هو الاي الكلي في الار الكلي في اي لحظه ولا اكيد لما التيار وصل لقيمته العظمى؟ اكيد لما وصل لقيمته العظمى. فحسبنا التيار ب7 والمقاومه والمقاومه بكام؟ ب4. طلعت ب 28 فولت. ثواني كده عشان تقريبا عندي غلطه وانا بحسب. تعالى نكمل.
طيب في اللحظه بقى بيقول لك عند اللحظه رقم 2 ملي ثانيه، لا ما عندناش غلطات ولا حاجه. في اللحظه اللي عندها 2 ملي ثانيه، تعالى كده احسب ساعتها فرق الجهد في الدايره بكام. فرق الجهد بيساوي 6 في 4 يبقى ب 24 فولت. ايه ده؟ لما البطاريه ب 28 فولت وصل للراجل ده بس 24 فولت. ايه ده؟ امال الاربعه اللي اتبقيين طاروا فين؟ مين اللي مطيرهم؟ الراجل ده عامل حس ذاتي عكسي بقيمه كام؟ بقيمه 4 فولت. يبقى انت قدرت توصل ان الحس الذاتي بتاع ده بقد ايه؟ ب 4 فولت. وده حل تاني. يبقى ممكن اوصل لها من القانون تعويض، او ان انا ابقى فاهم. على فكره بص، دي اللي بوخت ان انا عوضت في القانون، بوخت معايا. بس لو انا فاهم، ما انا عارف ان دي 28 فولت في اللحظه اللي انا بسال فيها دي واصل لها كام يا معلم؟ واصل لها 6 امبير. يبقى 6 في 4 ب 24 فولت. يبقى المقاومه وصل لها 24 فولت. في 4 فولت ضاعوا. مين اللي خدهم؟ الواحد من 10 الحس الذاتي اللي هو الام اف العكسيه. فدي واخد 4 فولت زي ما انا قلت لك، هتساوي الاربعه بواحد من 10 في دلتا اي على الدلتا تي. رشقك يا معلم واحده ايه؟ 40 ملي ثانيه. تم بحمد الله الدرس. الله طبعا تم بحمد الله او الله عادي. درس الثاني في الفصل الثالث. يا صديقي لو حابب تشترك تقدر تتواصل معنا مع 011 012 11 9707 12. بالنسبة تقدر تتواصل معنا تشترك في الفصل الثالث إذا كان في محاضرة وقع منك. تقدر تشترك معنا في ورشة الفصل الأول لو حابب تراجع معنا على الفصل الأول. تقدر تتواصل معنا بشكل عام، تقدر تشترك في القناة. هتلاقي في لينك جروب الواتساب موجود تحت في الوصف، تقدر تدخله، بينزل عليه لما بينزل فيديو على اليوتيوب وهكذا. وبس يا صديقي، لو استفدت في الفيديو في الحصة دي، يا ريت يا ريت يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة، لأن ده بيفيدنا القناة تنتشر، ودي حاجة مفيدة يعني. أكيد أنت فاهم إن هي بتكون حاجة مفيدة. حابب تشترك هنا، حابب تنزل لنا سنتر، بنكون في سنتر بلازا الهرم الساعة 9 صباحا كل أحد، ولكن الأحد القادم اللي هو هيكون يوم 18 أجازة، وهنرجع تاني الحد اللي بعده. خلاص، حابب تشترك يا ريت تبعت الرقم ده الأول وتعرف احنا واقفين فين وهنكمل فين ان شاء الله باذن الله. هيكون رجوعنا، خليني ابص لك، هيكون يوم كام؟ بسم الله، خليني افتح كده الجدول وانا معاك عادي عادي جدا ولا اي حاجه مستر. يوم 18 فعلا هيكون يوم اجازه. تعال بقى نشوف اليوم اللي بعده، يوم 25 ان شاء الله 2 هيكون رجوعنا. طيب لو انت حابب تحضر معنا في السنتر، بيكون الشرح لايف، بيكون على السبوره طبعا. تقدر تيجي ان شاء الله، ساعتها هنكون بداية الفصل الرابع. بداية الفصل الرابع. لو عندك مشكلة في الفصول اللي فاتت، حابب تحضر شرح جديد، عجبك الشرح بتاعنا، حابب تدخل معانا، هيكون بداية الفصل الرابع. وطبعا برضو في كورس الفصل الثالث، وان شاء الله برضو على المنصة لو حابب تشترك فيها هندخل في كورس الفصل الرابع. اتفقنا يا صديقي؟ فده كده الشغل العام بتاعنا، لان الناس بتسالنا يا مستر محتاجين شرح. الشرح موجود على المنصه، حابب تشترك فيه، فصل ثالث فصل رابع، عايز محاضره واحده، الكلام ده كله متاح، لا تقلق منه خالص. حابب تنزل لنا سنتر واكون معاك موجود والاسئله تقف معاك ارد عليك، والموضوع بيكون لايف وممتع جدا في السنتر، وانا بحب الوقفه بتاعه السنتر. تقدر تيجي، موجودين في بلازا الهرم. لو انت من الجيزه، اكتوبر، حدائق الاهرام، فيصل، الهرم، تكون موجود في سنتر بلازا الهرم. وقبل ما تيجي يا ريت تبعت لي الرقم عشان ناخد بياناتك وتيجي تكون جاهز للمحاضره. بدايه فصل رابع طبعا مسموح طلبه جديده. اتفقنا يا صديقي؟ لو حابب تحضر هكون مستنيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كنتم ودمتم في رعايه الله. سلام عليكم.